السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. بسم الله توكلنا على الله وبالله التوفيق. النهارده يا باشمهندسين بإذن الله في الفيديو ده هنبتدي هنحل مع بعض بنك أسئلة شامل على الهندسة الفراغية كلها. تمام. أتمنى قبل ما تكون داخل تشوف الفيديو تكون اتفرجت على فيديو المراجعة. فيديو المراجعة كنا عاملينه قبل كده في لايف. كانت مراجعة شاملة على الفرغية كلها. ملخص سريع جدا هتلاقيه في حوالي ساعة ولا ساعة وربع. تمام. ده هيكون للحل بس هعتمد إنك اتفرجت على الحل وعارف القوانين. تمام يا هندسة. تمام. طبعا في شوية تريكات كده هتلاقي نفسك يعني إيه. هتلاقيني بقولها لك واحنا بنحل المسائل، فركز معايا. الأسئلة دي كلها منين؟ الأسئلة دي كلها من مسائل وأفكار امتحانات سنين سابقة معادلة. فركز فيها كويس يا هندسة. تمام تمام. يلا نقول بسم الله ونبتدي مع أول سؤال. يلا بينا. يلا بينا. هتفتح الكتاب يا هندسة على صفحة 108 وتبتدي بقى إيه؟ تحل معايا يا باشمهندس. تمام. الكتاب يكون جنبيك وبتحل معايا. الكتاب لو مش معاك هتلاقيني بعت لك الملف هتطبع الملف عشان يكون إيه؟ تكون بتحل يعني إيه معانا هندسة. طيب. بيقول لك الكرة ديت س تربيع ص تربيع زائد ع تربيع ناقص 4 س ناقص 2 ص ناقص 6 ع بيساوي 11. تقطع المستوى س ص. اولا لو عندك كوره او عندك اي حاجه تقطع مستوى س ص، قال لك ايه؟ س ص. دايما قلنا الغايب بصفر. هو ايه الغايب؟ انا عندي س ص عين بالاحداثيات. هنا السين والصاد الغايب مين؟ العين. يبقى العين بصفر على طول. العين بتساوي صفر. فانا اوريدي هعمل ايه؟ العين بصفر. العين بصفر. هشيلها كده إيه الكوره بتاعتي خالص. في دايره نص قطرها كام؟ هو عاوز يعرف النق. قلنا في الشرح علشان تروح تجيب النق لازم أن تروح تجيب المركز أول حاجة. طب المركز يا هندسة هجيبه إزاي؟ قلنا إحنا قلنا أول جزء بيكون مقدس، اللي هو من هنا بقى. تمام. بس طبعا عشان إحنا شلنا العين خلاص. قلنا ده إيه؟ ده كده اسمه إيه؟ مقدس. يعني إيه مقدس؟ يعني ما تجيش جنبه. تمام. ولازم أن يكون هنا س واحد قصاد واحد عين واحد. لو جنبيها رقم بتقسم المعادلة كلها على نفس الرقم ده. فنركز في النقطة ديت. مقدس يعني نخليه كده ايه في البيت شويه. تمام. طيب احنا قلنا سالب نص معامل س سالب نص معامل ص سالب نص معامل عين. طبعا العين عندك ايه؟ بصفر. طب السين والصاد هتغير اشاره واقسم على الاثنين. غير الاشاره يلا تبقى موجب وتقسم على الاثنين تبقى اتنين. او زي ما قلت لك من شويه سالب نص اضرب في معامل السين اللي هو كام؟ معامل السين سالب اتنين سالب 4. فسالب نص في سالب 4 سالب راح مع السالب. سالب في سالب يعني بموجب. على الأربعة الاتنين فيها الاتنين أهي. يبقى غير إشارة واقسم على الاتنين. غيرت إشارة اقسم على الاتنين يبقى كام؟ بقت واحد. طب النق جذر التربيع س تربيع زائد ص تربيع ناقص د. طيب اتنين تربيع اتنين تربيع زائد الواحد تربيع المفروض ناقص د. تمام. طيب الدال بكام؟ الدال عندك اللي هو الحد ده بس بيبقى يكون جوه ولازم ان المعادله تكون صفريه. تمام. ف 11 تدخل جوه تبقى بسالب 11. فتبقى سالب 11. تمام كده. تمام. هتعمل الشكل ده على الآلة الحاسبة بتاعتك. هيطلع لك 2 تربيع ب 4 4 1 5 5 1 16 جذر 16 ب 4. لما تروح تعمل على الآلة الحاسبة يعني. تمام. فالإجابة النق بيساوي كام؟ النق بيساوي بس كده. بس كده. تمام. تمام يا هندسة. طيب نبص على السؤال اللي بعده. بيقول لك بعد ماشي خط مستقيم ده الصورة بتاعتنا اهي عن محور الايه؟ السينات. انا عينيا واخدتني ان المتجه ده اسمه متجه ودي النقطة. تمام. المتجه ده بيوازي آم... بيوازي ليه؟ المحور بيوازي المحور عين. بيوازي قصدي مستوى س ص عشان العين هنا بكام؟ بصفر. بيوازي المستوى ايه؟ س ص. لان هو العين هنا جايبها لك بكام؟ العين هنا هو جايبها لك بصفر. يبقى انا عرفت ان هو بيوازي ايه؟ س ص. طيب هو عاوز بعد ده عن محور السينات اللي هو بالظبط بيقول لك يعني عن المستوى بتاع س ص. ساعتها تعرف تعمل ايه؟ تقول له
بعد بعد مستوى عن محور، تقول له مقياس النقطة التانية. س ص يبقى العين، مقياس العين. مقياس العين في النقطة اللي هو مقياس -1. مقياس -1 ده، المقياس قلنا شيفت عباس على الآلة الحاسبة. وطبعا عشان لازم يطلع لك القيمة تكون مطلقة، يبقى بواحد. الإجابة تبقى ألف. فهمت أنا عملت إيه؟ أنا عرفت إن المتجه بيوازي مستوى إيه؟ س ص. تمام؟ فبيوازي مستوى س ص، يعني العين عندك بصفر، اللي هي بتاعت المتجه. تمام؟ طيب هو عاوز يعرف بعده بقى عن المستوى دوت. فعلى طول مقياس الغايب. مقياس الغايب هو س ص، يبقى مقياس الغايب اللي هو عين. تمام؟ حتة نقطة إن هو محور السينات ديت، هو بيضحك عليك. وإيه؟ بيضحك عليك يا هندسة. طيب ندخل على السؤال اللي بعده. بيقول لك نقطة تقاطع الخط المستقيم ده مع مستوى الإحداثيات إيه؟ س ص. س ص يبقى العين، لسه قايلينها العين بصفر، الغايب بصفر. بص بقى ركز كده معايا. لو حطيت العين بصفر اهي، خلاص دي العين بصفر. تمام؟ طيب العين بصفر، فانا هستبعد دي وهستبعد دي، لان لازم ان العين تكون بالصفر. هعمل ايه؟ هاخد المعادله الاولى دي واساويها بالايه؟ -1، واخد الثانيه واساويها بالايه؟ -1. هيبقى عندك 2 س ناقص 2 بتساوي -1، وعندك ص ناقص 1 بيساوي -1. عشان اجيب قيمه السين والصاد، تساوي 1 تطلع هناك يبقى بالموجب 1، يبقى الصاد بكام؟ الصاد بصفر. هنا -2 تطلع بالموجب 2 يبقى بواحد، وتقسم على 2 يبقى السين بيساوي نص. يبقى السين بنص والصاد بصفر، والعين طبعا بصفر. نص صفر صفر، يبقى الإجابة تبقى. بس كده، بس كده يا هندسة. تمام كده، تمام. ندخل على السؤال اللي بعده. بيقول لك حجم، قلنا الحجم بتاع متوازي السطوح. تعالى اكتبه لك كده القانون اهو. حجم بيساوي النقطة الأولى ضرب قياس النقطة الثانية ضرب اتجاه النقطة الثالثة. أنت تقدر دلوقتي تضرب ألف ب ضرب قياس، بعد كده تضربها مع الجيم ضرب اتجاه. طب ليه الدوخة دي؟ قلنا لك على طول تعمل محدد لنفسك وتكتب الثلاث نقط عندك، ثلاث متجهات: واحد، صفر، -2، واحد، اتنين، ستة، وآخر حاجة كام؟ اتنين وواحد -2، اتنين وواحد سالب. طبعا أنت عارف موجب سالب موجب. تقدر تعملها على الآلة الحاسبة في خطوة واحدة بدل ما أفك المحدد ده يا هندسة. تعالى أقول لك بقى إزاي. يلا بينا نفتح الآلة الحاسبة بتاعتنا المتواضعة جدا جدا جدا. هقول له مود نظام ماتريكس اللي هي رقم 6. مود 6 اللي هي ماتريكس. هختار مثلا ميتا ايه اللي هي واحد. ده كام في كام؟ 3 في 3، 3 أعمدة في 3 صفوف. 3 أعمدة في 3 صفوف اللي هي رقم كام؟ رقم واحد. يلا اكتب العوامل: واحد، صفر، -2، واحد، اتنين، ستة، يساوي اتنين، واحد، -2. بعد كده اعمل ايه؟ تدوس اي سي. تدوس ايه؟ اي سي. بعد ما دوست اي سي هيطلع لك كده. بعد كده تدوس شيفت رقم 4. شيفت رقم 4. حتة الديت السنة كده اجيبها لكم بالليزر. الليزر اهوت. شفت انت ديت يعني قيمة المحدد هو عاوزها، فانا هدوس رقم 7. بعد كده تاني شيفت رقم 4 تاني. بعد كده انت كنت مختار داتا ميتا ايه صح؟ فانا هختار المحدد اللي انت سجلته على ميتا ايه اللي هي رقم كام؟ 3. كل ده يساوي -4. يبقى قيمة المحدد ده بكام؟ ب -4. بس كده يا هندسة. بس كده شفت بقى الموضوع بسيط ازاي؟ ايه ده يا هندسة، انت هتضحك عليا طلع لي ب4. هو في حجم بالسالب برضو، فهتشيل السالب، تبقى الإجابة ايه؟ تمام كده؟ تمام يا هندسة. يلا بينا ندخل على السؤال اللي بعده. بيقول لك مساحة المثلث الذي رؤوسه النقاط. طيب واحدة واحدة، واحدة واحدة. احنا ورانا ايه يعني؟ هو انا مش قايل لك ان المساحة بتساوي نص تتضرب في المعيار ألف ب ضرب اتجاهي ألف ج؟ مش ده قلنا القانون بتاعه؟ النقطة اللي بتبتدي بيها النقطة دي هنا. يعني أنا لو كتبت مثلا معيار ب ج، يبقى تضرب في ب ألف، وهكذا يعني. تمام تمام. طيب خطوات حلنا. أولا أنت محتاج تجيب ألف ب، ومحتاج تجيب ألف ج. بعد كده محتاج تجيب ألف ب ضرب اتجاهي ألف ج. بعد كده بعد كده تجيب المعيار بتاعهم. بعد كده تضربهم في نص، وهيطلع لك ناتج. صح كده؟ دي خطواتنا صح؟ صح. عشان اجيب مساحة المثلث. طيب ألف ب دي اللي هي ايه؟ ب ناقص ألف. وألف ج اللي هي ج ناقص
ألف. يلا بينا. يلا بينا. هات لون مثلا أخضر. ب ناقص ألف، احنا قلنا ألف ب التاني ناقص الأول. تمام، أتمنى تكون سمعت الفيديو المراجعة كويس جدا وكتبت كل حاجة. ب ناقص ألف، ب اهي ناقص ألف، اتنين ناقص اتنين صفر، اتنين ناقص تلاتة سالب واحد، واحد ناقص واحد بكام؟ باتنين. بعد كده جيم ناقص ألف، تلاتة ناقص اتنين بواحد، واحد ناقص تلاتة سالب اتنين، واحد ناقص واحد باتنين، واحد ناقص سالب واحد. سالب في سالب بموجب، ويبقى واحد زائد اتنين، واحد زائد واحد باتنين. تمام. طيب بعد كده أضرب ضرب اتجاه، ضرب اتجاهي يعني محدد أهو. هعمل المحدد لنفسي كده. يلا ألف ب في ألف ج، أكتب أول واحدة صفر، سالب واحد، اتنين، واحد، سالب اتنين، اتنين. حط إشاراته موجب سالب موجب. بعد كده هندسة هتعمل إيه؟ بص، أنا كيوسف بعمل إيه؟ بعمل موجب وقوس، سالب وقوس، موجب وقوس، وهنا ناقص ناقص ناقص. تمام كده؟ تمام. ركز بقى معايا. وفي الآخر أكتب النقطة بتاعتي هنا اللي هي السين والصاد العين. أول حاجة إلغي الصف وإلغي العمود، الصف والعمود. سالب واحد في اتنين بسالب اتنين، ناقص اتنين في سالب اتنين بسالب أربعة، وفي هنا سالب يبقى موجب أربعة. الغي الحاجة التانية، الغي العمود والغي الصف. صفر في أي حاجة بصفر، ناقص اتنين في واحد باتنين. الغي آخر حاجة العمود والصف. صفر في أي حاجة صفر، ناقص سالب واحد في واحد بسالب واحد، وفي هنا سالب يبقى موجب واحد. يلا. سالب اتنين زائد أربعة بكام؟ سالب اتنين زائد أربعة باتنين. صفر ناقص اتنين بسالب اتنين، وفي سالب بره ما ننساهوش، يبقى سالب في سالب بموجب. هنا موجب واحد، يبقى اتنين واتنين وكام؟ وواحد. اتنين اتنين. بعد كده هات المعيار. المعيار يعني جذر مربع س تربيع ص تربيع عين تربيع. اتنين تربيع بأربعة زائد اتنين تربيع بأربعة زائد الواحد تربيع بواحد، يبقى جذر التسعة اللي هي كام؟ تلاتة. بعد كده هتضرب التلاتة دي في نص، يعني هيبقى نص في تلاتة اللي هي المساحة، يعني بيساوي نص في تلاتة. نص في تلاتة اللي هي تلاتة على كام؟ تلاتة على اتنين. تبقى الإجابة إيه؟ الله. بص هي خطوات. طب انت ليه عامل كل الخطوات ديت؟ عشان بس اوضح لك ان خطوه بخطوه، لو مشيتها كده مش هتتلخبط. تمام. تقدر تحلها على طول اصلا يعني، بس تحلها على طول امتى؟ لو انت بقى واخد على الخطوات ديت. تمام. يعني على طول تروح تكتب لنفسك المحدد، وانت عارف ان الاول صف ده الف ب، اللي هي ب ناقص الف، فتروح على طول تقول ايه؟ ب ناقص الف، وتكتب على طول النواتج بدل ما كنت تعمل ايه؟ الخطوات ديت. طب دي لازم تعملها ليه؟ تعملها عشان ما تلخبطش نفسك. تمام يا هندسه؟ تمام يا باشمهندس. اقرب نقطه، اكتب قانون لما يقول لك اقرب نقطه، ساعتها بتقول له نقطه التقاطع اللي هي الف. قال لك ايه بالنسبه الى نقطه الاصل؟ يبقى الف واو دوت ه بيساوي صفر. ايه هي ديت؟ ايه متجه، المتجه بتاعنا. طب ايه الف دي؟ الف دي نقطه التقاطع اللي هي البارامتري، اللي هي ايه؟ البارامتري. فانا اول حاجه بيديك الصوره كده، انا اول خطوه بعملها ايه؟ اكتب عندك يلا. اول خطوه بعملها بروح احول للصوره البارامتريه. س بتساوي، ص بتساوي، ع بتساوي. تمام. س بيساوي صفر زائد سالب، سالب واحد في كاف يبقى سالب كاف، صفر ناقص كاف اللي هي سالب كاف. صاد أربعة زائد واحد في كاف بكاف. بعد كده سالب واحد، صفر في كاف بصفر، يبقى خلاص سالب واحد. أروح أبص في الاختيارات، أنا عايز عين بسالب واحد. دي ممكن، دي ممكن، دي ممكن، يبقى إيه؟ هنعرف دلوقتي كلها جايبها كده سالب واحد. طيب. اللهم صل على محمد. محتاج أجيب السين والصاد والعين. طيب يلا بينا. يلا بينا. هو قال لك ألف قانون أهو، انا شغال بيه. الف واو ضرب قياسي ه. طيب واحده واحده، الف واو. فانا المفروض ان الف دي اللي هي س والصاد والعين اللي هي ديت. لما تيجي تطرح نقطه الاصل منهم، الف واو بتساوي اللي هي واو ناقص الف، يعني صفر ناقص الكلام دوت. صح صح. فانت هتروح تغير اشاراتها على طول، يعني بمعنى الف واو هكتبها لك لوحدها، تعال نجيبها. اللي هي واو ناقص الف، و واو اللي هي صفر وصفر وصفر، ناقص الف سالب كاف، أربعة زائد كاف سالب واحد. تمام. تمام. طيب لما تيجي تطرح صفر ناقص كاف، يبقى بكام؟
بكاف. يبقى على طول لما تيجي تطرح اي نقطه من نقطه الاصل على طول بتديك ايه؟ عكس الاشاره اللي عندك. كاف، بعد كده غير اشاره سالب 4 ناقص كاف، بعد كده تبقى واحد. تمام. طيب بعد كده نضربه ضرب قياسي. ضرب ايه؟ ضرب قياسي. ناخد النقطه دي ونضربه ضرب قياس. تعالى بس نصغر شويه او نكتبها هنا. دي ناقص كاف. بعد كده ضرب قياسي المتجه بتاعك، وكل ده بيساوي ايه؟ صفر. طب المتجه بتاعك كام؟ اهو سالب واحد وواحد وصفر. يلا بينا يلا بينا. س في صاد، صاد في صاد، عين في عين. كاف في سالب واحد بسالب كاف. واحد في سالب، هي تنزل. صفر في أي حاجة بصفر، خلاص كل ده بيساوي صفر. سالب كاف مع سالب كاف يبقى سالب اتنين كاف، مع السالب أربعة دي تروح هناك بعكس الإشارة تبقى أربعة، تقسم على السالب اتنين للطرفين، فهتبقى بكام؟ قيمة الكاف طلعت بسالب اتنين. جبت قيمة الكاف، خلاص بقى روح هات النقطة بتاعتك اللي هو عاوزها، نقطة أقرب نقطة اللي هي نقطة التقاطع بالظبط، اللي هي بتساوي دي سالب واحد هنا. أربعة، هشيل كاف وأحط القيمة بتاعتها، يبقى أربعة ناقص اتنين باتنين. وهنا في سالب، سالب كاف، والكاف بسالب اتنين يبقى سالب في سالب اتنين بموجب كام؟ بموجب اتنين. يبقى اتنين اتنين وسالب واحد، تبقى الإجابة إيه؟ ب هي ليه؟ هي الصح. تمام يا هندسة؟ تمام يا صديقي. طيب. طيب يلا بينا ندخل على السؤال اللي بعده هندسة. بيقول لك إذا كانت زوايا الاتجاه المتجه دوت هي 60 60 سيتا، فعاوز تعرف قيمة سيتا. بص يا صديقي، احنا قلناها في فيديو الشرح لو تفتكر، قلت لك 60 60 يبقى 45 الزاوية التالتة، وقلت لك لو جاب لك زاويتين مجموعهم 90 اختار الزاوية 90 على طول، يبقى التالتة 90. لو جاب لك زاويتين مجموعهم 90 يبقى التالتة تبقى 90. تمام. واحنا قلنا حافظين ال 60 60 45 على طول. طيب ايه القانون اللي انت جبت منه الكلام دوت؟ انا عندي القانون الاساسي اللي هو جاتا سيتا س تربيع زائد جاتا سيتا صاد تربيع زائد جتا سيتا عين تربيع، تربيع على الجتا، ماشي. كل ده بيساوي الواحد. فهو جاب لك جتا سيتا صاد سيتا س اللي هي 60، جتا سيتا صاد اللي هي 60، عاوز يعرف جتا سيتا تربيع عين. يعني تعملها شيفت سولف على الآلة الحاسبة، جبت ايه؟ جبت قيمة السيتا، هتطلع لك معاك 45. تمام. تمام يا هندسة. طيب بيقول لك بعد خط مستقيم عن نقطة الأصل. اكتب بقى عندك يلا. بعد خط مستقيم عن نقطة الأصل. أول حاجة اكتب قانونك. بعد يبقى لام بيساوي، ده خط مستقيم عن نقطة، بعد نقطة عن خط مستقيم يبقى شرطة كسر المعيار تحت ايه؟ معيار. يلا مين فاكر؟ هنا معيار الايه؟ طب فوق ألف. هو قال لك بالنسبة لنقطة الأصل يبقى ألف واو ضرب اتجاهي الايه؟ ضرب اتجاهي الايه؟ تمام يا هندسة؟ تمام. طيب واحدة واحدة بقى. يلا بينا. هات لي النقطة والهي. سمي الألف تبقى النقطة والهي اللي هي المتجه. يلا بينا يلا. ألف احنا قلنا دي مقامها بواحد، دي مقامها بواحد، دي مقامها بواحد. هل الخط المستقيم ده معدول؟ اه معدول، لأن احنا قلنا السين والصاد والعين دولت لازم أن يكونوا ايه؟ مضروبين في واحد، وهم مضروبين في واحد، فأنا المعادلة عندي مظبوط. يبقى المتجه عندك واحد واحد واحد. ليه؟ المتجه اللي هو بيكون في المقام ألف وب وج، قلناها كتير. تمام. بعد كده النقطة، قلنا النقطة ديت بس بعكس الإشارة، يبقى اتنين. اعكس إشارة يبقى بواحد، اعكس إشارة تبقى بواحد. تمام تمام. طيب عشان أقدر أجيب القانون ده المفروض أجيب ألف واو الأول، بعد كده أضرب ألف واو ضرب اتجاهي اله، وأجيب معيار اله، وأجيب معيار ألف واو ضرب اتجاهي اله كله. لو مشيت بالخطوات دي كده اقدر اجيب الايه؟ الناتج بتاعي. طب اول واحد الف واو اللي هي واو ناقص الف. قلنا اي حاجه تطرحها من نقطه الاصل خدها بس بعكس الاشاره، يعني لما تيجي تطرح صفر وصفر وصفر ناقص اتنين وواحد وسالب واحد هيطلع لك صفر ناقص اتنين اللي هي سالب اتنين، وهكذا. يبقى تعكس اشاره على طول بقى. تمام تمام. بعد كده تضربها ضرب اتجاهي. يعني ايه ضرب اتجاهي؟ تعالى نعمله على جنب. ضرب اتجاهي يعني محدد. تمام. الف واو اللي هي سالب اتنين سالب واحد
سالب واحد، والهي اللي هي واحد واحد واحد. يلا، موجب افتح قوس، سالب افتح قوس، موجب افتح قوس. دلوقتي شايف هي خطوات، واكتب هنا ايه في الآخر ناتج فيها. يلا، موجب سالب موجب، الغي العمود والغي الصف، يبقى اتفضل لك سالب واحد في واحد بسالب واحد، ناقص سالب واحد في واحد بسالب واحد، وفي هنا سالب يبقى موجب واحد. تاني حاجة الغي العمود الغي الصف، سالب اتنين في واحد بسالب اتنين، سالب واحد في سالب في واحد يبقى بسالب واحد، في سالب يبقى موجب واحد. آخر حاجة الغي العمود والغي الصف، سالب اتنين في واحد بسالب اتنين، ناقص سالب واحد في واحد بسالب واحد، وفي سالب يبقى موجب واحد. سالب واحد مع زائد واحد دي كده خلاص راحت. سالب اتنين زائد واحد بسالب واحد، وفي سالب يبقى سالب في سالب بموجب. هنا سالب اتنين زائد واحد بكام؟ سالب واحد. تمام كده؟ تمام. يبقى صفر واحد سالب واحد. هات لي المعيار بتاعها ايه؟ يبقى ضرب قصدي معيار يعني جذر. تمام؟ واحد تربيع زائد واحد تربيع زائد واحد تربيع اللي هي يبقى كام؟ جذر تلاتة. هات الجذر. يلا هات الجذر اللي انت طلعته ده. واحد تربيع زائد واحد تربيع بيساوي جذر، يبقى بيساوي ايه ده؟ جذر اتنين على جذر تلاتة. جذر اتنين على جذر تلاتة يبقى الإجابة ايه؟ مفيش سقف بقى. موضوع بسيط ازاي؟ بس خطوات، حافظ القانون كتبته عوضت، بس كده. طيب يلا بينا نكمل ندخل على السؤال اللي بعده هندسة. بيقول لك طول بص بقى ركز بقى معايا في السؤال ده عشان بيتكرر يعني. تمام. عاوز يعرف طول الوتر في تقاطع الخط المستقيم. بص طول ما هو بيديك خط مستقيم كده، على طول حول لبارامتري. على طول حول لايه؟ لبارامتري. هات كده على جنب. يلا س ص ع. يلا، واحد زائد واحد في كاف يبقى كاف، يبقى واحد زائد كاف، سالب اتنين زائد كاف في واحد بكاف، بعد كده صفر زائد كاف في صفر، يبقى عين الأصل على طول بكام؟ العين بصفر. تمام كده؟ تمام. بعد كده بتعمل إيه؟ هتاخد دوت وتروح تعوض في معادلة الكرة اللي هو عطاها لك. بمعنى هاخد السين أروح أعوض أنت السين قصاده العين. يلا يلا، السين تربيع زائد صاد تربيع، والعين طبعا بصفر فمش هكتبها خلاص، كل ده بيساوي 17. يلا، السين اللي هي واحد زائد كاف، الصاد اللي هي سالب اتنين زائد كاف. شفت سولف بقى على الآلة الحاسبة من غير ما تفك ومن غير ما ايه توجع دماغك. هات على الآلة الحاسبة اهو، افتح معايا الآلة. واحد زائد ألفا قوس زائد سالب اتنين زائد ألفا إكس، كل ده ألفا كالك كام؟ 17. شيفت سولف بيساوي، لا، ألفا كالك. احنا بص عندنا على نظام ماتريكس، نرجع معلش تاني. واحد مود واحد، اكتب الدالة بتاعتك تربيع واحد زائد ألفا إكس سالب اتنين زائد ألفا إكس، ألفا كالك 17. شيفت سولف يساوي بكام؟ سالب اتنين. لازم يطلع لك الكف بناتجين، ليه؟ لأن هنا عندك تربيع. مرة أكتب 99 يساوي، يبقى سالب اتنين وتلاتة على طول، سالب اتنين. تمام. فقيمة الكاف عندك بناتجين، واحدة بسالب اتنين والكاف التانية بكام؟ بتلاتة. شايف كده؟ ركز كده معايا. ركز كده معايا بقى. هو عاوز يعرف طول الوتر. كده أنت عندك كام نقطة؟ نقطتين. لو جبت البعد بين النقطتين دول أنت جبت طول الوتر على طول. بمعنى إيه الكلام دوت؟ بص يا صديقي، اللهم صل على محمد. أنت الكرة بتاعتك أهي، تمام، والخط المستقيم أهو. أنت جبت دلوقتي معاك خط التقاطع اللي هو ده، دي نقطة الخط التقاطع بتاعك. تمام. فأنت جبت نقطة هنا وهتجيب نقطة هنا، هيبقى معاك نقطتين. لو جبت المسافة بين النقطتين يبقى أنت كده جبت إيه؟ طول الوتر. بمعنى هسمي النقطة دي ألف والنقطة دي ب. طب إزاي؟ هروح أعوض في نقطة التقاطع اللي هي البارامتري. تمام. مرة الكاف بسالب اتنين ومرة الكاف بتلاتة. طيب عوض أول مرة كده، يبقى الألف بتساوي، عوض واحد ناقص اتنين عشان الكاف هحط سالب اتنين، واحد ناقص اتنين بكام؟ بسالب واحد.
بعد كده سالب اتنين زائد في سالب اتنين، يبقى يعني سالب اتنين ناقص اتنين بكام؟ سالب أربعة. آخر حاجة طبعا بصفر. طب النقطة التانية، أعوض بتلاتة. واحد زائد تلاتة بأربعة. سالب اتنين زائد تلاتة بواحد، طبعا صفر. طيب عشان تجيب البعد اللي هي المسافة يعني، يعني بيساوي جذر تربيع فرق السينات تربيع زائد فرق الصادات تربيع زائد فرق العينات. العين طبعا بصفر فمش هكتبه. تمام تمام. يلا فرق السينات، أربعة ناقص واحد، المفروض القانون سالب، يبقى أربعة ناقص واحد بخمسة، يبقى خمسة تربيع. واحد ناقص أربعة بكام؟ بخمسة برضو. إيه ده؟ دي حاجة جميلة. خمسة تربيع زائد خمسة تربيع اللي هي جذر كام؟ خمسة دي 25. خمسة تربيع ب25، 25 زائد 25 ب50، يبقى جذر 50. جذر 50 اللي الإجابة تبقى، أو تروح تعملها على الآلة على طول يعني. تمام. الإجابة تبقى إيه يا هندسة؟ ج. طيب عاوز البعد بين المستويين دولت بيساوي كام؟ بص يا صديقي بقى، بنحل ازاي المسائل دي لو لما يجيب لك مستويين متوازيين عاوز البعد ما بينهم. افرض المعادلة الأولى س بصفر والصاد بصفر في المعادلة الأولى. تمام. وهات قيمة للعين. لو حطيت س بصفر والصاد بصفر يبقى العين بيساوي ايه؟ اقسم على السالب اتنين يعني سالب نص. يعني النقطة بتاعتك ساعتها صفر صفر وسالب ايه؟ نص. تمام. دي هسمي النقطة مثلا أسميها ألف مثلا يعني. تمام تمام. هات بقى بعد النقطة دي عن الخط المستقيم التاني، يبقى أنت كده جبت المسافة بينهم. بجد والله تعال يلا بينا. بعد نقطة عن مستوى، بعد نقطة قصدي مش خط مستقيم، ده عن مستوى قصدي. بعد نقطة عن مستوى اللام بيساوي شرطة كسر مقياس على الجذر. مين فاكر؟ مقياس على الجذر. طب تحت الجذر كنا بنكتب ايه؟ الألف والب والجيم اللي هي اللي هي إيه؟ المعاملات. هنا اتنين، هنا واحد، وهنا سالب اتنين. اتنين تربيع بكام؟ اتنين تربيع بأربعة زائد واحد تربيع بواحد زائد سالب اتنين تربيع بأربعة. تمام كده؟ تمام. فوق بقى، يلا مين مركز؟ ألف س زائد ب ص زائد ج عين زائد د. تمام كده؟ تمام. ألف س اللي هي النقطة بتاعتنا، يلا. صفر في اتنين في صفر صفر زائد صفر في صاد، خلاص. سالب اتنين في عين بسالب نص، سالب اتنين في سالب نص بكام؟ بواحد، سالب بروح مع السالب واتنين في نص بواحد. يبقى صفر زائد صفر زائد الواحد، قانون ناقص دال. تمام. طب الدال فين؟ الدال اهي. الدال اللي هو هنا، اللي هو كام هنا؟ 10، يبقى ناقص 10. تمام. يبقى بيساوي مقياس واحد ناقص 10 بسالب 9، وعشان هو مقياس يطلع بالموجب. هنا 4 زائد 4 8، واحد جذر 9، جذر التسعة 3، على 3 فيها الواحد، على 3 فيها 3. يبقى الإجابة إيه يا هندسة؟ ألف. في السؤال رقم 11 بيقول لك إذا كانت مساحة المثلث، لسه حلينا الفكرة دي من شوية، بتساوي كام؟ جذر 2، يبقى المساحة بتساوي جذر 2. طب هي قانون المساحة إيه بعد إذنك؟ المساحة بتساوي جذر 2 أهي، بتساوي قانونها نص في معيار ألف ب ضرب اتجاه ألف. فأنا لو جبت معيار ألف ب في ألف ج يبقى أنا جبت خلاص الناتج. طيب واحدة واحدة، واحدة واحدة. جذر 2 تنزل إيه؟ بتساوي النص مضروبة في الجذر المربع. المفروض بقى أكتب السين والصاد والعين. طب عشان أجيبهم انزل تحت كده خطوة، وهنزل أجيب ألف ب ضرب اتجاه ألف ج. يلا بينا نعملهم. احنا قلنا ألف ب دي، نعمل المحدد بتاعنا اللذيذ اللطيف. ب ناقص ألف، بدل ما كنت هكتب ألف ب بعد كده أجيبها ب ناقص ألف لوحدها، بعد كده ألف ج هي ج ناقص ألف أجيبها لوحدها، بعد كده أحطها تحت المحدد. لا أنا هجيبها في خطوة. تمام. يلا. ب ناقص ألف، واحد ناقص واحد صفر، اتنين ناقص صفر باتنين، صفر صفر ناقص اتنين، صفر ناقص اتنين بقت كام؟ موجب كام؟ موجب اتنين. تاني حاجة اللي هي ج ناقص ألف، اتنين ناقص واحد واحد، واحد ناقص صفر واحد، س
ناقص اتنين، يبقى س كام؟ زائد اتنين. تمام كده؟ تمام. بعد كده نعمل ايه؟ الخطوات بتاعتنا ان احنا نعمل موجب، وافتح القوس بتاعك ناقص، سالب افتح القوس بتاعك ناقص، موجب افتح القوس بتاعك ناقص، هات في الاخر ايه؟ هات لنا النقطة. يلا واحدة واحدة، يلا بينا. موجب سالب موجب. أول واحدة الغي الصف والغي العمود. اتنين في أي حاجة، اتنين اضرب في ده، يعني اتنين في س يبقى اتنين س، اتنين في اتنين بأربعة، ناقص اتنين في واحد باتنين. بعد انزل تحت، الغي العمود والغي الصف. صف صفر في أي حاجة صفر. بعد كده اتنين في واحد باتنين، اللي تحته الغي العمود والغي الصف. صفر في أي حاجة صفر، ناقص اتنين في واحد اتنين. الإجابة عندك بقى هتبقى اتنين س. اتنين س. طبعا هنا عندك موجب أربعة، موجب أربعة مع سالب اتنين يبقى يديك اتنين، يبقى دي النقطة اتنين س زائد اتنين. تمام كده؟ تمام. النقطة التانية سالب اتنين وفي سالب بره تبقى موجب، وهنا تبقى سالب اتنين على طول. بعد كده نعمل ايه؟ نقول جذر المربع لده تربيع زائد ده تربيع زائد ده تربيع، وهي في خطوة واحدة اهيت. هتبقى اتنين س زائد اتنين كل تربيع، زائد اتنين تربيع بأربعة، زائد اتنين تربيع بكام؟ بأربعة. كل دوت شيفت سولف على الآلة الحاسبة. نفتح الآلة الحاسبة بتاعتنا هي، نقول له جذر اتنين ألفا كالك، بس ما ننساش النص، واحد على الاتنين مضروبة في جذر اتنين ألفا إكس زائد اتنين لكل تربيع، وأنا عملتها خلاص. بعد كده زائد أربعة، زائد أربعة. القوس اللي أنا عامله بره ده ملوش لازمة، عادي يعني. بيساوي، قصدي شيفت سولف، يساوي. هيطلع لك قيمة للسين. السين بتقعد بكام؟ سالب واحد. قيمة السين بيساوي سالب واحد، يبقى الإجابة إيه؟ تمام كده بس. موضوع بسيط، موضوع بسيط إن شاء الله. عاوز دلوقتي يعرف المسافة بين النقطة دي وخط مستقيم. الله، لسه حالين نفس القانون. هي مش معنى المسافة، هي البعد. اه، المسافة هي بالظبط بعد. أنا عايز مسافتي من هنا لحد مثلا الجامع، هي البعد بيني وبين الجامع. تمام. فالمسافة هي البعد. طب قانون نقطة وخط مستقيم لم بيساوي. يلا مين فاكر معايا؟ معيار، معيار، واكتب تحت المعيار صغنطوط. اللي تحت معيار اله، طب فوق ألف، ألف أهو دوت، ضرب اتجاهي ليه؟ اله. تمام كده؟ تمام يا هندسة. معلش، ضرب اتجاهي، ضرب اتجاهي، ضرب اتجاهي، نركز ماشي. طيب هنا طبعا هو مش نقطة الأصل، هو هنا جايبها لك إيه؟ نقطة عادية، هنسميها مثلا ألف ب. تمام. يبقى اللام بيساوي، بحتاج أول حاجة أعمل إيه؟ أجيب الألف ب ضرب اتجاهي اله. طب ده عشان أجيبه ضرب اتجاهي يبقى محدد. طيب اله اللي هي النقطة التانية اللي هي إيه؟ اله بكام؟ اتنين واتنين وسالب واحد. طب محتاج أجيب الألف ب. هي ألف ب دي اللي هي إيه؟ ب ناقص ألف. تمام كده؟ تمام. والألف دي النقطة بتاعتك اللي على الخط المستقيم. ب ناقص ألف يبقى خمسة ناقص واحد، خمسة ناقص واحد بأربعة. صفر ناقص صفر صفر، واحد ناقص واحد طبعا إيه؟ صفر. حط إشاراتك موجب سالب موجب، وكالعادة الخطة اليوسفية، الخطوات اليوسفية اللي هي موجب افتح قوس ناقص، سالب افتح قوس ناقص، موجب افتح قوس ناقص. بعد كده اكتب ايه؟ اكتب هنا عندك النقطة بتاعتك في الآخر. يلا واحدة واحدة، يلا بينا. الغي الصف والغي العمود. صفر في أي حاجة صفر، ناقص صفر في اتنين صفر برضه. تمام. الغي العمود والغي صفر. أربعة في سالب واحد بسالب أربعة، ناقص أي حاجة في صفر صفر. آخر حاجة الغي صف. ثانية، احنا لغينا ده. اه، بعد كده لغينا دوت. يعني لما لغينا ده فضل لك أربعة في سالب واحد سالب أربعة. تمام صفر، يبقى احنا كده ماشيين صح. الغي آخر حاجة، الغي العمود والغي الصف. أربعة في اتنين بتمانية، ناقص صفر في أي حاجة يبقى بصفر. يبقى النقطة عندك صفر، سالب أربعة ديت وفي سالب بره تبقى
جوه 4. واخر حاجه اللي هي كام؟ 8. تمام كده تمام. اللهم صل على محمد. يبقى اللام بيساوي جذر الهي عندك اللي هي كام؟ 2 تربيع ب4 زائد 2 تربيع ب4 و1 تربيع ب9 يبقى جذر التسعة. فوق جذر ال4 تربيع ب16 زائد 8 تربيع اللي هي بكام؟ ب64. تمام كده تمام. اللي هي جذر 80 على الكام؟ جذر التسعة طبعا أنا عارف اللي هي 3. جذر 80 على 3 اللي يبقى الإجابة إيه؟ لقيته بسطها لك وجابها لك بالعشر عادي، حولها 10. تمام. يبقى الإجابة تبقى إيه يا هندسة؟ ده خطوات أنت ماشي عليها. يبقى لما يقول لك بعد أو مسافة بين نقطة وخط مستقيم، القانون ذاك. تمام تمام. يلا بينا ندخل على السؤال اللي بعده يا هندسة. بيقول لك بعد نقطة عن، بص الأفكار بقى بدأت خلاص تكرر نفسها. بعد نقطة عن مستوى، هنا مستوى، يبقى اللام بيساوي شرطة كسر مقياس على الجذر. شرطة كسر مقياس على الجذر. جذر إيه تحت؟ هي اللي هو معامل والمعامل والمعامل. واحد تربيع بواحد زائد اتنين تربيع بأربعة زائد واحد سالب واحد تربيع بواحد. بس كده اه بس كده. طب واللي فوق اضرب يلا. نقطة تلاتة. تلاتة في واحد. تلاتة. هات اللون الأحمر مثلا. يلا. تلاتة في واحد بتلاتة زائد اتنين في اتنين اللي هنشيل الصوت ونحط القيمة بتاعتها. اتنين في اتنين بأربعة زائد آم، أربعة في سالب واحد بسالب أربعة، يبقى هنا سالب أربعة. تمام. المفروض نكتب هنا إيه؟ ناقص دال. مظبوط. الدال بكام؟ الدال بخمسة. طبعا سالب أربعة طرحت مع الموجب أربعة. تمام كده تمام. يبقى بيساوي تلاتة ناقص خمسة بسالب اتنين، عشان ده مقياس تطلع بره لحد ما يطلع اتنين. تحت واحد واحد اتنين. اتنين زائد أربعة يبقى جذر ستة. تبقى اتنين على كام؟ اتنين على جذر ستة. نعملوها كده على الآلة الحاسبة تطلع لنا كام؟ اتنين على جذر ستة اللي هي 81%. لو جينا نختار جذر اتنين على جذر تلاتة اللي هي هي دي، هي نفس الايه؟ نفس الإجابة. تمام. بس تشوف يعني أنت بتجرب في الاختيارات هو إيه؟ يطلع لك هو دوت. فطلع لك الإجابة إيه؟ ده. السؤال اللي بعده يقول لك عاوز تعرف طول الوتر في تقاطع الخط المستقيم ده مع الكرة التي معادلتها كذا. فاكر جايبها نفس السؤال اتكرر من شوية، بس كان جايب ايه هنا؟ كان جايبها 17. فانا هسيبك انت تحلها. تمام كده تمام. هتجيب طول الوتر، تجيب الخط الواصل بينهم اللي هو خط ايه؟ التقاطع. تمام يا هندسة تمام. يلا بينا ندخل على السؤال اللي بعده عشان بس نكسب وقت، مش عايزين ايه الافكار يعتبر بتتكرر. طيب نقطة التقاطع. نقطة التقاطع زي ما قلت لك من شوية بنعمل ايه؟ حول لبارامتري. أول ما تشوف حول لبارامتر، حول س بتساوي ص بتساوي ع بتساوي صفر زائد كف سالب واحد بسالب كاف. أربعة زائد كاف واحد بكاف. العين بكام؟ سالب واحد. تمام تمام. طيب وبعدين شفت السين والصاد والعين اللي أنت جبتهم بتوع البارامتري، روح حطهم فين؟ في المستوى. هشيل السين والقيمة أحط القيمة بتاعت اللي هي سالب كاف زائد اتنين مضروبة في الصاد، يعني اتنين مضروبة في الكام ده؟ اتنين في أربعة تمانية زائد اتنين في كاف يبقى اتنين كاف زائد العين. العين بكام؟ بسالب واحد يبقى موجب في سالب واحد. كل ده بيساوي ستة. شيفت سولف تجيب قيمة الكاف. سالب كاف مع زائد اتنين كاف هتدي لك كاف. وتمانية ناقص واحد بسبعة. سبعة تروح هناك بعكس الإشارة يبقى ستة ناقص سبعة بكام؟ بسالب واحد. يبقى قيمة الكاف بكام؟ سالب واحد. يبقى النقطة بتاعتك عوض يلا. اضرب في كاف اللي هي سالب في سالب واحد بموجب واحد. أربعة ناقص واحد تلاتة. بعد كده سالب واحد في الآخر. يبقى واحد تلاتة سالب واحد. الإجابة تبقى إيه يا هندسة؟ الإجابة ألف. بس شفت يعني خطوات وأنت إيه؟ وأنت شغال عليها هندسة. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك متجه الوحدة العمودي على المتجهين دول ألف وإيه؟ ألف وب يا هندسة. طيب متجه الوحدة بس أنا عايزك تاخد بالك اللي هو كان إحنا بنسموه إيه؟ متجه. وقلت لك في فيديو المراجعة تاخد المتجه الأول تضربه في المتجه التاني.
ضرب اتجاهي. ضرب ايه يا هندسة؟ ضرب اتجاهي يا هندسة. تمام. تمام. هو بس هو هنا مش ده كده ايه؟ متجه الوحدة. هو عاوز يعرف متجه الوحدة العمودي. عشان أعرف متجه الوحدة العمودي فأنت بتجيب ليه متجه وبتقسمه على المعيار. وبتقسمه على معيار. طب عشان أجيبه الكلام دوت واحدة واحدة. أول حاجة تعالى نضرب ضرب اتجاهي. النقطة الأولى 2 1 1 1 -1 -3. يلا موجب افتح قوس ناقص سالب افتح قوس ناقص موجب افتح قوس ناقص. يلا وهات النقطة بتاعتك في الآخر. موجب سالب موجب. الغي العمود والغي صفر. 1 في 3 3. 1 في -1 بسالب 1 في سالب يبقى موجب 1. ثاني حاجة الغي العمود والغي صفر. 2 في 3 6. 1 في 1 بواحد. الغي العمود والغي صفر. 2 في -1. 2 في -1 بسالب 2. 1 في 1 بواحد. تمام تمام. 3 زائد 1 ب4. 6 ناقص 1 ب5 وفي سالب بره يبقى -5. -2 ناقص 1 -3. تمام كده تمام. انت كده جبت ليها ايه؟ ليها متجه. هات المعيار بتاعه. المعيار بتاعه اللي هو تعال نجيبه هنا على طول. جذر 4 تربيع ب16 زائد 5 تربيع ب25 زائد 3 تربيع ب9. نعمل الكلام ده كله على الآلة الحاسبة اللي هي جذر 16 زائد 25 زائد 9 بيساوي كام؟ 5 جذر 2. وهنا ليها متجه. ليها متجه اللي احنا طلعناه ده. تمام تمام. فاحنا هنعمل ايه؟ هو جايبها لك ازاي في الاختيارات؟ هل ضربها جوه؟ لا ما ضربهاش جوه. ما ضربهاش جوه. هو جايب لك عادي 1/5 جذر 2. وافتح بقى القوس واكتب الليه بتاعتك اللي انت طلعتها. 4 -5 -3. دي موجودة فين في الاختيارات؟ 4 -5 -3. 1/5 جذر 2 يبقى الإجابة تبقى. بس كده بس كده تمام. وقف الفيديو وحلها تاني لوحدك عشان تتأكد إنك تمام يا هندسة. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك المستوى ده وأعطيك كرة بيحققوا إيه؟ أولا عشان أعرف اللي بيحققوا إيه لازم أنا أجيب أول حاجة المركز بتاع الكرة. واجيب النقطة اعتبر المركز دي النقطة واجيب اللام بين المستوى والمركز. تمام. لو طلع واجيب النق كمان لو طلع اكبر من النق ساعتها المستوى لا يقطع اصلا الكرة. هنعرف. تعال اول حاجة نجيب المركز وبعد كده نجيب النق. بعد كده نجيب الخطوات. بص خطوات ثابتة. المركز غير اشارة واقسم على الاثنين. غير اشارة. يلا احنا قلنا دول مقدسين بالنسبة لنا مش بنيجي جنبيهم. تمام. غير اشارة واقسم على الاثنين. 2 على 2 فيها 1. غير اشارة تبقى موجب. 6 على 2 فيها 3. غير إشارة واقسم على 2 بقت -1. هات النق يبقى جذر تربيع. 1 تربيع ب1 زائد 3 تربيع 9 زائد 1 تربيع ب1 ناقص د دي اللي هي إيه؟ لازم تكون معادلة صفرية فالسالب 1 يدخل بموجب 1. تمام تمام. يبقى ناقص اللي هي ناقص كام؟ ناقص -1. 1 و9 10. الواحد ده راح مع -1 يبقى جذر 10. جذر 10 دي اللي هي كام بالتقريب؟ 3.16. خليها كده على جنب. ده كان نق. هات بقى اللام اللي هي النقطة بين المركز. اعتبر النقطة مركز وليه والمستوى. اللام بيساوي إشارة الكسر مقياس على الجذر. الجذر اللي هو ألف وب وج اللي هو 2 و2 و2. 2 تربيع زائد 2 تربيع زائد 2 تربيع وفوق يلا اضرب. 2 شيل س وحط 1 الصاد والعين. يبقى 2 في 1 ب2 زائد 2 في 3 6 زائد 2 في -1 بسالب موجب في سالب يبقى -2. تمام كده. ناقص اللي هي ناقص كام؟ 16. تمام تمام. كل ده بيساوي 2 تربيع ب4 و4 8 يبقى جذر كام ديت؟ جذر ال 12. فوق بقى اللهم صل على محمد. 2 راحت مع -2. 6 6 ناقص 16
بسالب 10 تطلع بره، يبقى كام؟ هتبقى 10، اللي هي هتبقى 10 على جذر 12. طلعت بكام؟ ب 2.88. ده كده اللام صح؟ اه. بص بقى ركز، انا عندك الطول، تمام، اللي هي المسافة بين المركز والخط المستقيم اقل من النقب. يعني انا لو الكرة كده وده نص القطر، ده المركز قصدي، ده نص القطر اهو، تمام، يبقى اللام اقل من الايه؟ من نص القطر، فاللام هيبقى هنا كده، تمام. فده الحتة اللي هي دي، يعني المستوى ساعتها بيقطع الايه؟ ساعتها المستوى، طبعا المستوى بيبقى كده ماشي، فساعتها المستوى هيقطع الكرة، اللي الإجابة تبقى بالخطوات. طيب يلا عشان ما نضيعش وقت كتير، السؤال اللي بعده بيقول لك معادلة المستقيم المار بالنقطة دي في اتجاه المتجه ده. بص، مش هو عاطيك متجه؟ اه. المتجه ده موجود في الفراغ، اقدر اضربه في سالب، اقدر اقسمه على رقم، اقدر اضربه في رقم براحتي. بمعنى يعني ممكن المتجه ده هتلاقيه في الاختيارات يا سالب واحد تلاتة سالب اتنين، او اضربه في سالب يبقى واحد سالب تلاتة، واضرب السالب اتنين في سالب يبقى موجب اتنين. يا هتلاقيه واحد سالب تلاتة اتنين، يا هتلاقيه نفس ما هو ايه، هو موجود، تمام. فلما اروح ابص في الاختيارات هلاقي الاجابه رقم ج ديت هي الايه، هي الصح. واحد وغير اشاره بقت سالب تلاتة، وغير اشاره بقت اتنين، يبقى الاجابه ج هي ايه الصح يا هندسه، تمام. تمام. بيقول لك نقطه تقاطع الخط المستقيم ده مع المستوى ده. بص، نقطه تقاطع تاني بقى، نقطه تقاطع، يبقى اول حاجه حول بارامتري، حول بارامتري، يلا س بتساوي ص بتساوي ع بتساوي، يلا حول بارامتري. اتنين زائد واحد في كاف يبقى اتنين زائد كاف، صاد سالب واحد زائد اتنين في كاف يبقى زائد اتنين كاف. العين أربعة سالب واحد في كاف يبقى سالب كاف. شيلها وحط، عوض فين؟ في المستوى. يلا هنشيل السين والصاد والعين ونحط ايه؟ ونحط الإجابات على طول على الآلة الحاسبة، اللي هي اتنين زائد كاف اهيت، بعد كده سالب تلاتة تتضرب في الصاد اللي هي سالب واحد زائد اتنين كاف، بعد كده زائد العين عندك اللي هي أربعة ناقص كاف، كل ده بيساوي كام؟ 15. نفتح الآلة الحاسبة بتاعتنا المتواضعة، هتبقى 2 زائد ألفا إكس ناقص 3 مضروبة في إيه؟ في القوس اللي جوه سالب واحد زائد 2 ألفا إكس زائد افتح قوس اقفله 4 ناقص ألفا إكس، كل ده بيساوي كام؟ ألفا كالك 15. شفت الصوت بيساوي كام؟ سالب واحد، يعني قيمة الكاف سالب واحد. يلا عوض بقى، يبقى النقطة بتاعتك إيه وإيه وإيه. لما تيجي تعوض 2 ناقص واحد واحد، تشيل الكاف وحط سالب واحد، اتنين في سالب واحد بسالب اتنين، سالب واحد ناقص اتنين بكام؟ سالب تلاتة. أربعة ناقص واحد، تشيل الكاف وحط سالب واحد، سالب في سالب بموجب، يبقى أربعة زائد واحد بكام؟ بخمسة، تمام. يبقى واحد سالب تلاتة، واحد سالب تلاتة خمسة، الإجابة كام؟ شفت هي خطوات وأنت ماشي إيه؟ وأنت ماشي عليها. طيب بيقول لك نقطة تقاطع الخط المستقيم، بص هي الأفكار أهي، بس بقى هنا الشكل اتغير شوية. هنا جايب لك الصورة الإيه؟ الصورة العامة، كويس جدا. اولا انا ما عنديش الصوره العامه تقدر تطلع منها المتجه، تطلع منها النقطه. يلا بينا نطلع المتجه والنقطه عشان نحول صوره بيرومتري، بعد كده ايه؟ نحط على طول في المستوى. بس هنا عندك نقطه، هنا السين مقامها باتنين، احنا قلنا دول احنا قلنا السين والصاد والعين دولت مقدسين، لازم أن يكون مضروبين في كام؟ في واحد. فعشان خاطر الكلام ده هقسم المعادله كلها ديت على كام؟ على الرقم اللي جنبي اللي هو اتنين، يبقى اقسمها على اتنين، اقسمها على اتنين، وهقسم تحت هي واحد، هقسمها على الاتنين، تمام. بمعنى بص ركز كده في النقطة دي، هي 2 س ناقص 2 على الواحد، صح كده؟ صح. هعمل لك عليها زوم ايه. انا ما ينفعش عندي انا ما ينفعش عندي ان السين تكون جنبها رقم، فانا هعمل ايه؟ هقسم السؤال كله على الرقم اللي جنبه اللي هو 2. هقسم ده 2، وهقسم ده على الاتنين، ف2 على 2 فيها الواحد، يبقى بيساوي كام دوت؟ بيساوي كام؟ س
ناقص 2 على 2 فيها الواحد، يبقى س ناقص واحد على الكام؟ النص. تمام كده يا هندسة؟ تمام. فهمت؟ يبقى هنا إيه؟ قسمت على 2 واحد، بقت هنا نص وهنا سالب واحد. تمام كده؟ تمام. يبقى المتجه بتاعك نص، اكتبه بقى يلا، نص، وهنا واحد وهنا واحد زي ما هو، يبقى هما ايه صح. طب والنقطة احنا قلنا بناخد النقطة دي بس بعكس الإشارة، هنا سالب واحد خدها بعكس الإشارة يبقى واحد، هنا خدها بعكس الإشارة يبقى واحد، بعكس الإشارة تبقى واحد. يبقى معاك النقطة ومعاك المتجه. تقدر تعمل صورة بارامترية س بيساوي ص بيساوي عين بيساوي. ركز بقى معايا من غير ما أكتب الصورة بتاعتي. تمام. احنا كنا بنعمل ايه؟ بناخد النقطة اللي عند السين زائد السين اللي عندي في المتجه ونضربها في كاف. بمعنى هاخد السين اهي واحد زائد، اضرب المتجه في كاف يبقى نص في كاف، نص كام؟ نص كاف. تانية واحد زائد واحد في كاف، في كاف. آخر حاجة واحد زائد واحد في كاف، في كاف. تمام كده؟ تمام. بعد كده خد الكلام ده وحط عوض فين؟ عوض في المستوى عشان تجيب ناتج. يلا شيل السين واحط احط القيمات بتاعتها. واحد زائد نص كاف زائد اتنين في صاد، اتنين هتتضرب في الكلام ده كله، واحد زائد كاف ناقص العين بتاعتك اللي هي واحد زائد كام؟ كاف. كل ده بيساوي كام دي؟ خمسة. هعمل على الآلة الحاسبة اهي، واحد زائد نص كاف زائد اتنين مضروبة في واحد زائد ألفا إكس ناقص واحد زائد ألفا إكس. بعد كده ألفا كالك خمسة شيفت سول يساوي. شايف الأفكار بتتكرر إزاي؟ يبقى الكاف بيساوي كام؟ كام؟ اتنين. الكاف بتساوي اتنين، فهنروح نعوض بقى. لما تشيل الكاف وتحط اتنين، نص في اتنين بواحد، واحد زائد واحد اتنين. شيل الكاف وحط اتنين، واحد زائد اتنين تلاتة، واحد زائد اتنين تلاتة. يبقى اتنين تلاتة تلاتة، الإجابة تبقى بس كده. بس كده. أي فكرة بقى بعد كده في نقطة التقاطع دي هسيبك أنت تحلها هندسة. السؤال رقم 21 بيقول لك معادلة المستقيم المربع أهو، جاب لك النقطة وجاب لك إيه؟ المتجه. فكك من النقطة لأن النقطة ممكن تتغير عادي، بس المتجه ده ممكن نضربه في سالب، نقدر نضربه في أي حاجة. هو بيجيب لك المتجه هنا سالب واحد وواحد واتنين. ركز بقى كده. أولا استحالة تكون دي لأن المقام هنا واحد. تمام. المقام هنا واحد فما ينفعش، لازم من واحدة التانية بعكس إشارتها. طيب ممكن ديت، بس هنا المقام بتاع العين مش اتنين، يبقى دي غلط. هنا مقامها اتنين تمام، مقامها بواحد، مقام واحد تمام. سالب س دي هتكون مقامها بسالب واحد لأنك أنت هتقسم على السالب عشان السين تروح، يبقى دي تمام. طيب الإجابة ج اتنين تمام، مقامها دي بواحد تمام، ودي لما تبقى سالب تمام. طيب تعرف أنهي إجابة هي اللي هتكون صح فيهم؟ هو أعطيك نقطة صح؟ بص النقطة هنا سالب اتنين، فكك من هي بكام، بس خد الإشارة، هي سالب اتنين صح؟ دي النقطة. هو إحنا بنعمل إيه؟ بناخد النقطة بس بعكس الإشارة صح؟ فاستحالة تكون بالسالب، المفروض تكون بالموجب، فالإجابة تبقى جيم على طول. شفت أنا حليت السؤال إزاي بعيني؟ تمام. عاوزك برضو تحل كده زي علشان واحنا بنحل الامتحان الشامل الأسبوع الجاي تكون إيه؟ ماشي معايا على الخط. بيقول لك بعد نقطة عن محور. أول حاجة خالص بعد نقطة عن محور، جذر مربع للي ما قالش عليه. جذر مربع، هو قال محور الصادات إيه؟ شيل الصاد ويبقى جذر مربع اللي ما قالش عليه. تلاتة تربيع زائد أربعة إيه؟ تلاتة تربيع زائد أربعة تربيع، يبقى ده كده بيساوي كام؟ خمسة. الإجابة تبقى ألف. بس كده. الخط المستقيم ده له نفس اتجاه المتجه إيه؟ أولا أنا عندي الصورة مش كويسة ليه؟ سالب س، يبقى أنا هقسم على السالب، فهيبقى المتجه بتاعي بقى مع بعض كام؟ يمشي معايا سالب. تمام تمام. هنا مقام واحد واحد زي ما هو عادي. طب العين هنا جنبيه نص، واصلا ده كده مقام كله بواحد، فلما هاجي هقسم على النص لكل الاطراف يبقى هقسم الواحد ده اللي هو المتجه تحت ده على كام؟ على النص. مقام يطلع بسط يبقى بكام؟ اتنين. فهيبقى اللهم صل على محمد، سالب واحد وواحد واتنين. او ممكن يكون متجه تاني، غير اشاره يبقى واحد سالب واحد سالب اتنين، يا ده يا ده. ركز كده بقى معايا، جايب لك سالب واحد
هنا سالب واحد واتنين واحد غلط. سالب واحد غلط. واحد وسالب واحد وسالب اتنين، اه بص هو جايبها هنا، ضرب في السالب يبقى دي صح. الأخيرة سالب اتنين لا طبعا غلط. فالإجابة تبقى إيه؟ الإجابة تبقى جيم هندسة. تمام كده؟ تمام. بس السؤال اللي تحته بيقول لك معادلة المستوى المار بالنقطة دي الموازية، بص موازية للمستوى ده. أولا شرط توازي مستويين مستقيمين متجهين نسب متساوية. يعني إيه نسب متساوية؟ يعني لما تيجي تقسم السين على السين تطلع هي بالظبط النسبة الصاد على الصاد، هي بالظبط العين على العين، وهكذا في كله يعني. تمام كده؟ تمام. يعني إيه الكلام دوت؟ واحدة واحدة. هقسم السين على السين. تعال نجرب في الاختيار رقم ج ده. واحد على النص، واحد على النص فيها الاتنين، صح كده؟ صح. بتساوي. اقسم يلا. معامله هنا كام؟ واحد. يبقى اتنين على الواحد اتنين، العين سالب واحد على سالب نص. اتنين راحت مع الاتنين، المقام مقام يطلع بسط يبقى كام؟ باتنين. يبقى يبقى دي صح. شفت عملت ايه؟ على طول اهو. تمام. بس لو جيت بص مثلا ألف، واحد على الاتنين نص، اتنين على سالب واحد بسالب اتنين، يبقى اتنين على سالب واحد أو بسالب اتنين، يبقى طبعا النص مش هيساوي سالب اتنين، يبقى دي غلط. وهكذا يعني، فاهمني؟ فأنت بتعمل إيه؟ شرط توازي، يبقى س على الس، ص على الصاد، عين على العين، هندسة. تمام كده؟ تمام. ندخل على السؤال اللي بعده. بص يا صديقي، هنحل السؤال ده إزاي؟ السؤال ده بقى إيه؟ يعني سؤال رخم شوية، فعايزك تركز معايا. اولا ده كده الخط المستقيم بتاعي مش مظبوط. ليه؟ لان انت سالب نص مضروبه في صاد، المفروض تكون الصاد جنبها بواحد. فانا هكتب المعادله بتاعتي صح، س ناقص واحد بتساوي سالب نص. يبقى اقسم على سالب نص في كل الاطراف، بمعنى هتبقى صاد لما تقسم على سالب نص، وتقسم تحت في المقام نفسه تقسمه على سالب نص، هيبقى كام؟ واحد على سالب نص يبقى سالب اتنين. تمام. والواحد ده لما تيجي تقسمه على سالب نص يبقى سالب ايه؟ سالب نص. تمام كده؟ تمام. كل ده بيساوي عين زائد واحد، مفيهاش مشكلة. كل ده دي مقام واحد دي مقام واحد، يبقى اله المتجه بتاعي بكام؟ واحد سالب اتنين واحد. تمام. تمام. هو عاوز يعرف بقى الصورة المتجهة لمعادلة المستوى مار بالنقطة. هو أعطيك النقطة اهيت، أعطيك النقطة وأعطيك الخط المستقيم بتاعتك. طيب بص كده ركز معايا هنا، لما تيجي تقسم الواحد على سالب نص هيديلك سالب اتنين. واحد على سالب نص، رقم يطلع بسط يبقى سالب. تمام. شايف الخطوة دي ممكن كانت تلخبطنا واحنا بنحل دلوقتي، نحل كل حاجة غلط، فنركز. تمام. تمام يا هندسة. طب دي كده ليه؟ طب النقطة بتاعتك هسميها مثلا ألف متجه. النقطة بتاعتك خد دي بعكس الإشارة يبقى بواحد، خد دي بعكس الإشارة يبقى اتنين، خد دي بعكس الإشارة تبقى سالب واحد. يبقى أنت كده معاك النقطة ومعاك المتجه بتاع إيه؟ بتاع الخط المستقيم يا هندسة. طيب مش هو قال لك الصورة المتجهة لمعادلة مر بنقطة؟ اه هسمي النقطة دي ب مثلا. تمام. تمام. وهروح اجيب لنفسي الخط اللي هو ألف ب كله. ألف ب اللي هو بيساوي ب ناقص ألف. هاتوا يلا كده. هقول لك دلوقتي القانون بس واحدة واحدة، ماشيين واحدة واحدة. ب ناقص ألف، ب اللي هي ديت، يبقى اطرح واحد ناقص واحد صفر، اتنين ناقص اتنين صفر، واحد ناقص واحد بكام؟ باتنين. تمام كده. يبقى صفر وصفر وكام؟ واتنين. طيب أنا دلوقتي محتاج أجيب النون بتاعة المتجه. تمام. النون بتاعة المتجه عشان أقدر إيه؟ أكتب الصورة المتجهة بتاعة المستوى. طيب نون متجه بيساوي إيه؟ الهي متجه بتاع خط المستقيم مضروبة في الألف ب. تمام. طيب ألف ب متجه، ضرب اتجاهي طبعا. تمام. ضرب اتجاهي. يلا ألف ب اللي هي صفر، قصدي هي واحد سالب اتنين واحد، صفر صفر اتنين، موجب سالب موجب. يلا حتى على طول بقى من غير ما اكتب موجب وسالب، انت خلاص اخدت على الموضوع. الغي الشرطي. سالب اتنين ناقص اتنين بكام؟ سالب أربعة. سالب أربعة ناقص
واحد في صفر بصفر يبقى سالب أربعة أهي. بعد كده الغي العمود والغي صفر. واحد في اتنين باتنين ناقص واحد في صفر بصفر يبقى اتنين، وفي سالب بره يبقى سالب اتنين. بعد كده الغي العمود والغي صفر. واحد في صفر بصفر ناقص صفر في أي حاجة بصفر يبقى دي هنا صفر. يلا بينا نكتب المعادلة بتاعتنا، معادلة المستوى. تعالى بس نكتبوها كده إيه، كبر شوية انسى. نون متجه مضروبة في ر، النون اللي هي كام؟ سالب أربعة اللي احنا جبناها، سالب أربعة سالب اتنين صفر مضروبة في الر متجه بيساوي نون متجه اللي أنا جبتها اللي هي سالب أربعة سالب اتنين صفر ضرب قياسي النقطة اللي هي ألف اللي هي قصدي ب اللي هي كام؟ واحد واتنين. تعالى هنا نضرب. سالب أربعة، سالب أربعة في واحد بسالب أربعة ناقص سالب اتنين في اتنين بسالب أربعة. صفر في حاجة بصفر، سالب أربعة وسالب أربعة كام؟ سالب تمانية. سالب تمانية. هل ده موجود في الاختيارات؟ أنا ما عنديش سالب أربعة سالب اتنين صفر صفر صفر، يبقى دي غلط ودي غلط نستبعده. ندور على هنا. هو هنا قسم على التمانية برقم. طيب قسم على كام بقى هنا؟ لو جيت تقسم هنا على الاتنين، على الاتنين هنا المسألة كلها على الاتنين يعني، هيطلع لك هنا كام؟ سالب اتنين سالب واحد صفر. تمام. مضروبة طبعا في متجه بتساوي اقسم السالب تمانية على الاتنين فيها كام؟ سالب أربعة. صح كده اه. اقسم على السالب يبقى السالب راح، سالب راح، سالب سالب راح، يبقى اتنين وواحد وصفر اللي هي الإجابة تبقى ألف. عارف إن المسألة ممكن تكون رخمة وخطواتها كتير، بس عشان هي دي الصورة بتاعتك هنعمل إيه؟ يبقى تعالى بقى أكتب لك الصورة بتاعتك اللي هنا. الصورة بتاعتك نون متجه ضرب قياس ر متجه اللي هي س ص ع. كل ده بيساوي النون متجه مضروبة في إيه بقى؟ في النقطة بتاعتك اللي هي إيه؟ إحنا سميناها هنا ب. تمام؟ بس دي الصورة بتاعتك، المفروض توصل للصورة دي، هو أصلا طالبها. تمام. تمام يا هندسة. يلا بينا ندخل على السؤال اللي بعده. السؤال رقم 26 بيقول لك في الشكل المقابل متوازي أضلاع في نقطة م نقطة تلاقي قطري الوجه. فهو عاوز يعرف نقطة م دي. طيب هو أنت لو جبت نقطة أ دي وجبت نقطة ب وجبت نقطة المنتصف بتاعتك، طب أجيب إزاي نقطة المنتصف؟ عادي تجمع السينات على الاتنين كده، تجمع السودات على الاتنين وتجمع العينات على الاتنين. طب يبقى هات لي نقطة أ وهات لي نقطة ب. بعد كده نجيب الميم بقى منها. تمام كده تمام. نقطة أ إيه ونقطة ب إيه؟ طيب نقطة ألف ركز كده، أنا همشي من نقطة الأصل. همشي من نقطة الأصل إيه؟ همشي على الصاد ستة. همشي عند الصاد ستة. والعينات هطلع كده بتلاتة. ماشي عند السين لأ حط صفر. هروح عند النقطة ب هي. همشي عند السين باتنين. بعد كده هطلع عند العين، العين أهي كده بكام؟ تلاتة. ماشي عند الصاد لأ يبقى صفر. يلا اجمع السينات على الاتنين واجمع الصادات على الاتنين واجمع العينات على الاتنين. صفر زائد اتنين باتنين على الاتنين فيها الواحد. صفر ستة زائد صفر ستة على الاتنين فيها تلاتة. تلاتة زائد تلاتة بستة، ستة على الاتنين فيها تلاتة يا هندسة. تمام. فتبقى الإجابة واحد تلاتة تلاتة، الإجابة تبقى بس كده بس كده يا هندسة. السؤال اللي بعده بيقول لك الخط المستقيم س ناقص واحد بيساوي نص صاد زائد واحد له نفس اتجاه المتجهين. طب واحدة واحدة، هل المعادلة دي مظبوطة؟ لا هتقول لي مش مظبوطة. أقول لك اظبطها طيب. يبقى س ناقص واحد هتنزل زي ما هي. عندك دي نص، اقسم المعادلة كلها على النص. فلما تيجي المقام هنا واحد، لما تيجي تقسمه على النص يبقى بكام؟ يبقى اتنين. يبقى انت عندك المتجه بتاعك صاد زائد، اقسم الواحد ده على النص بقت اتنين على، ولما قسمت تحت يبقى بقت اتنين. كل ده بيساوي واحد ناقص عين. طب العين بتاعتك دي مظبوطة؟ لا مضروبة في سالب. يبقى انا اضرب كله في سالب، او اقسم قصدي على كله سالب. تمام. لما تيجي تقسم على السالب يبقى العين سالب واحد تحت سالب كام؟ تحت سالب واحد. وهنا طبعا مقام واحد، يبقى اللي هي المتجه بتاعك واحد اتنين سالب واحد.
واحد واتنين وسالب، أو نضربه في سالب يبقى سالب واحد سالب اتنين وواحد. سالب واحد سالب اتنين واحد، الإجابة تبقى في الأغلب. بص هو بيضربه في سوالب يعني. تمام. براحته يا باشا، زي ما هو ما يجيب يجيب. احنا مستعدين لإيه؟ لأي حاجة هندسة. طيب هو دلوقتي عاوز يعرف الزاوية بين اتجاه الخط المستقيم دوت وعطيك المتجه الاتجاه. طيب اكتب لي قانون عشان أقدر أحل هندسة. حاضر يا صديقي، اكتب قانون أول حاجة. زاوية بين خط مستقيم ومتجه. جتا، كنا حافظينه في الفيديو المراجعة لو تفتكر. جتا سيتا بتساوي ألف دوت ه على معيار الأول في معيار الإيه؟ التاني. بس كده، بس كده. شفت الموضوع بسيط ازاي؟ طيب أولا تعالى نجيب بس الصورة دي مش متظبطة خالص. تعالى نظبطوها، يلا بينا. واحد على جذر س دي لما تيجي تقسم السؤال كله على واحد على جذر س يبقى تبقى بالشكل ده. س ناقص جذر ستة، قصدي جذر ستة مش جذر س، على جذر ستة بتساوي، اقسم كله على سالب واحد عشان هنا الصاد مضروبة في سالب واحد. هتبقى عندك صاد ناقص واحد على سالب واحد. كل ده بيساوي العين ناقص واحد، ما فيهاش مشكلة. تمام. طب هات لي المتجه وهات لي النقطة عشان أقدر أعوض. المتجه بتاعك اللي هو هيبقى جذر ستة سالب واحد وواحد، ده مقام واحد. النقطة دي بس بعكس الإشارة، يبقى جذر ستة سالب واحد وواحد، وهنا واحد. تمام كده، تمام. يلا بينا أعوض بقى تعويض مباشر على طول. طيب أنا محتاج أجيب الزاوية. إحنا قلنا هنسمي النقطة بتاعت الخط المستقيم دي فيها عشان بس ما نتلخبطش، لأن ألف دي اللي هو المتجه بتاعك. طيب يلا بينا، يبقى جتا سيتا بتساوي ألف دوت ه. اضرب يلا. صفر في جذر ستة صفر، زائد واحد في سالب واحد بسالب واحد، سالب واحد في واحد بسالب واحد، سالب واحد في سالب واحد يبقى بكام؟ بسالب اتنين، على معيار الألف اللي هو المعيار دوت بيساوي كام؟ جذر واحد تربيع بواحد زائد واحد تربيع يبقى باتنين. جذر اتنين مضروبة اضرب، هات المتجه المعيار التاني. لما تيجي تاخد معيار دوت هيطلع لك في الآخر جذر التمانية. هيطلع لك كام؟ جذر الكام يا هندسة؟ التمانية. فلما تيجي تعمل الكلام ده كله يطلع لك سالب اتنين فوق على، اضرب جذر اتنين في جذر تمانية تساوي كام؟ هتساوي أربعة. على الاتنين فالواحدة على الاتنين فيها الاتنين يبقى كام؟ سالب نص. يبقى جاتا سيتا بتساوي كام؟ سالب نص. طيب هو عاوز ايه دلوقتي؟ عاوز يعرف الزاوية بين اتجاه الخط المستقيم ده. طيب عشان نعرف نجيب الزاوية، يلا جاتا عشان نجيب الزاوية شيفت تاني. شيفت، قصدي هنا جاتا كوزاين. شيفت كوزاين للنص بتساوي كام؟ 60. يبقى الإجابة ج هي ليه؟ الصح. تمام. طب لو كتبتها بالسالب، لو جبت كوزين سالب نص هيطلع لك 120 المكملة بتاعتها. تمام. ف 120 هي بالظبط هي بالظبط 60 يا هندسة. تمام كده، تمام. ندخل على السؤال اللي بعده. بيقول لك معادلة الخط المستقيم المر بنقطة الأصل. تمام. والعمودي على المستوى ده بتساوي كام؟ واحدة واحدة. أنا فكك من النقطة، أنا أهم حاجة عندي المتجه. المتجه بتاعك هنا تلاتة وأربعة وسالب خمسة، أو اضرب في سالب يبقى سالب تلاتة سالب أربعة وخمسة، صح كده؟ سالب تلاتة سالب أربعة خمسة. مفيش غير إجابة واحدة بس هي الصح، الإجابة رقم ب. تمام؟ هنا المفروض سالب أربعة، فدي غلط، دي برضو غلط، وديت كلها بموجب طبعا غلط. فالإجابة إيه؟ هتبقى ج. ب ولا إيه؟ تمام؟ تمام. السؤال اللي تحته بيقول لك المتجه العمودي على مستوى المتجهين دولت. طيب انا لسه قايل لك من شويه، هو المتجه العمودي اللي هو، لو تفتكر من شويه بالظبط، هي متجه بيساوي المتجه الاول مضروب ضرب اتجاهي من المتجه التاني، صح كده؟ صح.
تعالى كده على الحتة اللي جنب دي، ضرب اتجاهي يعني محدد، موجب سالب موجب، حطه 3 0 4 2 1 0. يلا موجب افتح قوس ناقص، ناقص افتح قوس سالب، موجب افتح قوس ناقص. يلا بينا الغي العمود، الغي صفر، تفرق في حاجة؟ صفر، ناقص 4 في 1 4. الغي العمود، الغي صفر، 3 في 0 0، 4 في 2 8. آخر حاجة الغي العمود، الغي صفر، 3 في 1 3، ناقص أي حاجة في 0 0. فالنقطة بتاعتك هتطلع إيه بقى؟ سالب 4 سالب 8، وفي سالب بره يبقى موجب 8، وهنا تبقى 3. هتبقى سالب 4 و8 و3، أو هو متجه عمودي يبقى أنا ممكن أضربه في سالب براحتي يعني. هتبقى 4 سالب 8 سالب 3، وهلاقي الإجابة تبقى 1000. هنا ضرب في كام؟ ضرب في سالب 1. تمام. فنركز بقى، ندخل على السؤال اللي بعده رقم 31. بيقول لك هندسة، إذا كانت زوايا الاتجاه المتجه ما هي إلى 45 و60 وسيتا، فإن إحدى قيم سيتا بتساوي كام؟ أولا أنا لسه قايل لك من شوية، قلت لك إيه؟ هو هيجيب لك الزاوية دي اللي معروفة 45 يبقى 60 60. لو جاب زاويتين مجموعهم 90 يبقى التالتة 90. تمام. 45 60، هتبقى الإجابة كام؟ تبقى الإجابة التالتة بتساوي كام؟ 60. 60. تمام بس كده. تمام. يلا بينا ندخل على السؤال اللي بعده يا هندسة. بيقول لك، يلا بينا هندسة نكمل. السؤال اللي بعده رقم 31. بيقول لك الزاوية بين اتجاه خط مستقيم والمتجه ده. أولا إحنا عارفين إن الزاوية اللي هي هتبقى جتا سيتا بتساوي إيه؟ ألف دوت ه معيار الأول في معيار الإيه؟ التاني. صح كده؟ صح. طيب تعال الأول نطلع اله بتاعة الألف دي اللي هي إيه؟ المتجه بتاعنا. طب تعال نطلع الأول المتجه اللي هنا. المتجه اللي هنا هيبقى بيساوي إيه؟ أولا السين مقامها بواحد، فهتبقى بواحد عادي. تمام تمام. السين بواحد. الصاد، عندك الصاد هنا نص، فأنت طبعا هتقسم واحد على النص، هيبقى إيه؟ مقامها باتنين. هنا سالب واحد، اضرب في السالب يبقى كام؟ سالب واحد. تمام. قسمت أنا عاوز المعامل يكون بواحد، فقسمت هنا على النص. تحت في المقام قسمت على النص، واحد على النص فيها الاتنين. وهنا عشان هنا سالب واحد قسمت على السالب واحد فيها سالب واحد. فيلا بينا. ألف دوت ه، يعني ألف دوت ه، تعال نعمله على جنب. وتعال نجيب المعيار اللي هو ألف ومعيار ه، معيار ه ومعيار ألف. يلا. اللهم صل على محمد. واحد في صفر في صفر. اتنين في واحد باتنين. سالب واحد في سالب واحد يبقى كام؟ سالب واحد في سالب واحد، سالب في سالب بموجب واحد. زائد واحد 3. هات لي المعيار الأول اللي هو معيار اله. واحد تربيع زائد اتنين تربيع زائد واحد تربيع. واحد تربيع واحد تربيع يعني اتنين. اتنين زائد أربعة يبقى جذر كام؟ ستة. تحت هيبقى جذر تربيع، صفر تربيع بصفر، واحد تربيع بواحد زائد واحد يبقى كام؟ جذر اتنين. تمام كده. نعمل على الآلة الحاسبة. يبقى هنا تلاتة، ونضرب جذر ستة في جذر اتنين، هتساوي لك كام؟ اتنين جذر تلاتة. اتنين جذر ايه يا هندسة؟ اتنين جذر تلاتة. نروح نعمل بقى على الآلة الحاسبة بتاعتنا المتواضعة. شيفت كوزين، فوق كام؟ تلاتة، وتحت اتنين جذر تلاتة. كل ده بيساوي كام؟ 30. بيساوي كام الزاوية اللي هي الثيتا؟ ب 30. يبقى الإجابة بس كده. اه بس كده. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك نقطة تقاطع الخط المستقيم ده مع المستوى. طيب أولا احنا لما يديك خط مستقيم وهو عاوز نقطة تقاطع، بجيب ايه أول حاجة؟ البارامتري س ص ع. يلا بينا يلا بينا. مظبوطة، هي دي مقامها بواحد، مقامها بواحد، مقامها بواحد. يلا طلع النقطة عشان بس تكون واضحة قدامك. طلع النقطة وطلع الهي. النقطة دي بعكس الإشارة يبقى باتنين واحد سالب واحد. تمام تمام.
اله اللي هي مقامات واحد وواحد وواحد. طيب يلا، السين، خد السين اتنين زائد اضرب المتجه السيني في الكاف، يبقى واحد في كاف في كاف. بدل ما كنت تروح تحطها تحولها لصورة متجهة زي ما قلت لك في المراجعة، بعد ما حولتها لصورة متجهة بعد كده تحولها لبارومتري. بس ليه الدوخة دي؟ انت طلعت النقطة وطلعت المتجه على طول بقى. النقطة بتاع السين اللي عند النقطة زائد اضرب المتجه في الكاف. تمام تمام. يبقى نزل يلا، واحد زائد واحد في كاف بكاف. آخر حاجة سالب واحد زائد كاف. تمام. خدها وعوض في المستوى. يبقى اتنين زائد كاف زائد صاد، الصاد اللي هي واحد زائد كاف، ناقص عين. طبعا عين هنا بسالب واحد زائد كاف، اضرب في سالب واحد يبقى سالب واحد في سالب واحد بموجب واحد ناقص، يعني كل ده بيساوي خمسة. فسالب كاف راحت مع موجب كاف، هيتفضل لك كاف. اتنين وواحد تلاتة، تلاتة وواحد أربعة، أربعة يروح هناك بعكس الإشارة يبقى خمسة ناقص أربعة وواحد، يبقى الكاف بكام؟ بواحد. يبقى النقطة بتاعتك اتنين زائد واحد تلاتة، واحد زائد واحد اتنين، سالب واحد زائد واحد بصفر، تلاتة اتنين صفر، يبقى الإجابة إيه؟ ألف. بس كده، بس كده. طبعا اتعودنا على المسائل دي خلاص بقى. الفكرة اللي بعديها بيقول لك بعد، عاوز بعد نقطة عن مستوى. الله، بعد نقطة عن مستوى، شرط كسر مقياس على الجذر. تحت في الجذر ناخد المعاملات هنا، واحد واتنين وسالب اتنين، واحد تربيع بواحد زائد اتنين تربيع زائد اتنين تربيع. فوق اضرب يلا النقطة في المعادلة. صفر، أي حاجة بصفر، زائد واحد في اتنين، اتنين، اتنين وشيل صاد وحط واحد. كده الناس معايا وفاهمين يعني. سالب اتنين في، شيل يعني نحط سالب واحد، يبقى سالب في سالب بموجب، واحد في اتنين باتنين. لا ارجع، إحنا قلنا سالب اتنين في سالب واحد على طول بموجب اتنين. تمام، ما نكررش الاتنين. بعد كده ناقص دال، الدال عندك بكام؟ باتنين. هنا هتبقى جذر التسعة تلاتة، فوق موجب اتنين راح مع سالب اتنين، اتفضل لك اتنين. بقت اتنين على التلاتة اللي هي الإجابة تبقى. انزل على اللي تحته. بيقول لك الكرة ديت تحقق ايه؟ عشان أعرف هي بتحقق ايه لازما بدل ما هو أعطاك كرة يبقى تروح تجيب المركز، بعد كده تروح تجيب النق. تمام تمام. بعد كده شوف هو طالب ايه. هات المركز أول حاجة. المركز أول حاجة دولت ايه؟ دول كده مقدسين بالنسبة لي مش باجي جنبيهم. طب المركز بجيبه ازاي؟ غير إشارة واقسم على الاتنين، غير إشارة بقت موجب، اقسم على الاتنين بقت اتنين، غير إشارة واقسم على الاتنين يبقى سالب واحد، غير إشارة واقسم على الاتنين بقت تلاتة. تمام كده تمام. هات النق. النق جذر التربيع، اتنين تربيع زائد واحد تربيع زائد تلاتة تربيع ناقص دال، الدال هنا عندك كام؟ خمسة. كل ده بيساوي اتنين تربيع بأربعة أربعة، أربعة وواحد خمسة، خمسة، خمسة وتلاتة تربيع بتسعة، يبقى خمسة زائد تسعة بس خمسة زائد خمسة، يبقى جذر التسعة بتلاتة، يبقى كل ده بيساوي تلاتة. يبقى النق بكام؟ النق بتلاتة يا هندسة. طيب تعال بقى نشوف في الاختيارات بيقول لك ايه. بيقول لك أول حاجة تمس المستوى س ص، تمس المستوى س ص. معناها ايه الجملة دي؟ تمس المستوى س ص، يعني ايه؟ يعني اللام بتاعتك اللي هو الطول بيساوي ايه؟ مقياس الايه؟ العين اللي هو الغاية هنا س ص، يبقى مقياس العين. طب مقياس العين بس فين؟ في المركز. مقياس العين اللي هو كام؟ اللي هو 3. ايه ده؟ انا جبت البعد، انا كده يعتبر معنى تمس مستوى س ص انا جبت البعد بين المركز، تمام، والمستوى س ص. طلعوا الاثنين، طلع ده بيساوي 3. بيساوي ايه دوت اللي هو البعد ده بيساوي ايه؟ نق، اللي انا اصلا ايه لسه جايبها من شويه. فالبعد بيساوي النق، يعني ايه كده؟ يعني المستوى صح بيمس، يعني الكره دي بتمس صح المستوى س ص، فالاجابه دي إيه؟ صح. طبعا لو جيت بقى اجرب في كل الاختيارات ديت اللي جايه دي تبقى غلط. طب هي طبعا ايه؟ هتبقى غلط، فالاجابه معانا 1000. تمام. طيب
السؤال اللي بعده. يقول لك نقطة تقاطع الخط المستقيم ده مع المستوى صاد عين. مستوى صاد عين يعني السين بكام؟ السين بصفر، فأنا هستبعد دي هستبعد دي، فدي هي إيه؟ هي هتبقى دي. طيب تمام كده؟ تمام. قال لك مستوى س عين يعني السين بصفر. أول حاجة هو أعطيك خط مستقيم سؤال متجه، حول لبره متر، س بتساوي ص بتساوي عين بتساوي. يلا حول البارامتر. 3 زائد 3 في كاف، يبقى 3 كاف بتساوي 1 زائد كاف في صفر بصفر، يبقى واحد على طول. يبقى الصاد بواحد، يبقى على طول صفر وواحد، يبقى هي الإجابة دي. بس تعالى إيه نكمل حلها. تمام. العين 3 زائد 4 في كاف، يبقى 4. 4 إيه؟ 4 كاف. تمام. هو قال لك مع المستوى إيه؟ صاد عين يعني السين بصفر، فعشان أحط السين بكام؟ بصفر. هتبقى 3 زائد 3 كاف، كل ده بيساوي صفر. تروح هناك بعكس الإشارة، يبقى الكاف بتساوي كام؟ سالب واحد لما تيجي تقسم على 3. فالكاف بتساوي سالب واحد. يلا روح عوض بقى وهات النقطة بتاعتك. لما تروح تعوض هنا بسالب واحد، هتبقى 3 ناقص 3 بكام؟ صفر. هتبقى دي بتساوي واحد زي ما هي. عشان لو أحط سالب واحد يبقى هنا اتغير إشارة سالب، يبقى 3 ناقص 4 بكام؟ سالب واحد. يبقى صفر وواحد وسالب واحد اللي الإجابة زي ما قلت لك. بص على طول أهو. تعال ندخل على السؤال اللي بعده. بيقول لك في السؤال رقم 38 المتجه العمودي على مستوى المثلث ده اللي هو أ ب ج، حيث أ بيساوي كذا وب بيساوي كذا وج بيساوي كذا. طيب واحدة واحدة. تعالى اهوت على جنب. متجه عمودي اللي هو إيه؟ يعني متجه بتساوي، بتاخد متجهين وتضربهم ضرب اتجاهي مع بعض. يعني هتبقى مثلا نقول ب أ ضرب اتجاهي ب ج. لازم اللي تبتدي بيه هنا تبتدي بيه هنا. تمام كده؟ تمام. ضرب اتجاهي يعني محدد، إشارتنا موجب سالب موجب. طيب يلا بينا. ب أ اللي هي أ ناقص ب، واحد ناقص واحد بصفر، صفر ناقص اتنين بسالب اتنين، سالب اتنين ناقص صفر بسالب اتنين. اللي تحت جيم ناقص ب. احنا طرحنا ألف ناقص ب صح؟ اه. يبقى جيم ناقص ب. اتنين ناقص واحد واحد، واحد ناقص اتنين سالب واحد، واحد ناقص صفر طبعا بإيه؟ بواحد. تمام كده؟ تمام كده. يلا بينا. يبقى موجب يفتح قوس ناقص سالب يفتح قوس ناقص موجب يفتح قوس ناقص. يلا واحدة 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 واحدة. الغي العمود والغي صف. سالب اتنين في واحد بسالب اتنين ناقص سالب اتنين في سالب واحد موجب اتنين. الغي العمود والغي صف. صفر في أي حاجة صفر ناقص سالب اتنين في واحد بسالب اتنين، في هنا سالب يبقى موجب اتنين. الغي العمود والغي صف. صفر في أي حاجة صفر ناقص سالب اتنين في واحد بسالب اتنين، وفي هنا سالب يبقى موجب اتنين. بقت سالب اتنين سالب اتنين سالب أربعة، وهنا في سالب بره مضروبة في الموجب يبقى سالب اتنين، وهنا تبقى موجب اتنين. يبقى سالب أربعة سالب اتنين واتنين. أو ممكن يكون إزاي؟ غير إشارة. ممكن تكون أربعة واتنين وسالب اتنين، أو اقسم على الاتنين مثلا. فلما تقسم المنتجع كله على اتنين يبقى اتنين وواحد وسالب إيه؟ سالب واحد. قسمت على اتنين، فلما أجي أبص في الاختيارات هلاقي الإجابة ده اللي هي إيه؟ الصح. وهو قسم وغير إشارة. تمام. فالمتجهات عموما يعمل اللي هو عاوزه براحته. طيب بالنسبة للسؤال اللي بعده. بيقول لك مساحة متوازي الأضلاع. لسه قايل لك من شوية مساحة المثلث بتحط نص. طب مساحة متوازي الأضلاع مش بتحط نص، بمعنى يبقى مساحة متوازي الأضلاع بتساوي معيار أ ب ضرب اتجاهي أ ب. اللي بتبتدي بيه هنا تبتدي بيه هنا. يعني لو بدأت ب زي ما احنا لسه عاملين في المتجه العمودي، يبقى تبتدي الناحية التانية بالإيه؟ تبتدي الناحية التانية بالب. طيب. هات الألف ب ضرب اتجاهي ألف ج. أعمل المحدد بتاعي. مش هقعد بقى لسه أكتب ألف ب اللي هي ب ناقص ألف، وألف ج اللي هي ج ناقص ألف. أنت اعملها كده مع نفسك. تمام. إحنا خلاص عملناها في البداية كده. طيب يلا بينا. موجب سالب موجب. ب ناقص ألف، 3 ناقص 3 صفر، صفر ناقص 2 بسالب 2، 3 ناقص 4 سالب 1. يلا ج ناقص ألف، واحد ناقص ناقص 3 بسالب 2، صفر ناقص 2 بسالب 2، 4 ناقص 4 صفر.
بعد كده موجب افتح قوس سالب، سالب افتح قوس ناقص، موجب افتح قوس ناقص. يلا بينا. بعد كده هنعمل ايه؟ المنتجات بتاعنا على طول. الغي الصف والغي العمود. سالب 2 في صفر صفر، ناقص سالب 1 سالب 2 موجب 2. الغي العمود والغي الصف. صفر في حاجة صفر. سالب 1 في سالب 2 بموجب 2. الغي العمود والغي الصف. صفر في حاجة صفر. سالب 2 في سالب 2 بموجب كام؟ بموجب 4. يبقى أول واحدة سالب 2. تالت واحدة هنا في سالب 2 وفي بره سالب، سالب سالب بموجب 2. هنا سالب 4. بعد كده ناخده ونحط تحت الجذر. يبقى جذر 2 تربيع زائد 2 تربيع زائد 4 تربيع. 2 تربيع ب4 زائد 4 زائد 4 تربيع ب16. 16 زائد 4 بكام؟ 16 زائد 24، ومع الأربعة يبقى جذر 24 اللي هي 2 جذر 6، اللي هي الإجابة تبقى. اعملها على الآلة الحاسبة هتلاقي هي. تمام كده هندسة؟ تمام. ندخل على السؤال اللي بعده. بيقول لك المستوى ده والكرة، معاك مستوى معاك كرة بيحققان ايه؟ انت برضك هتمشي بالخطوات اللي احنا لسه قايلين عليها من شوية. هتجيب مركز، بعد كده تجيب نقط. تعالى اهو يلا بينا نحلوها. أول حاجة هتروح تجيب المركز. تعال تجيب المركز يلا. دولت ايه؟ مقدسين قلنا، مش باجي جنبيهم. غير إشارة اقسم على الاتنين بقت تلاتة. غير إشارة اقسم على الاتنين واحد. غير إشارة اقسم على الاتنين يبقى سالب واحد. تمام كده؟ تمام. بعد كده هات النق. النق بيساوي ايه؟ جذر تربيعي 3 تربيع زائد 1 تربيع زائد 1 تربيع ناقص د. الدال عندك كام؟ باتنين. كل ده بيساوي 3 تربيع ب9 زائد الواحد زائد واحد. واحد واحد اتنين راحت مع السالب اتنين، جذر التسعة تلاتة. يبقى النق بيساوي كام؟ تلاتة. بعد كده هتروح تجيب عشان ده مستوى يبقى اللام بيساوي شرطة كسر مقياس على الجذر. هات يلا بعد المركز عن المستوى. دي السين والصاد والعين. يلا عوض. اتنين فوق تلاتة بستة زائد اتنين في واحد باتنين زائد العين بسالب واحد، سالب في موجب يبقى بسالب واحد، ناقص د اللي هي ناقص 16 على الألف والب والجيم اللي هو المتجهات، اللي هي 2 تربيع زائد 2 تربيع زائد الواحد كام؟ الواحد تربيع. معلش هنا دي موجب عين، يبقى دي موجب عين. لا بس عشان هنا في سالب واحد. تمام انت، احنا كنا شغالين صح؟ صح كده. اللهم صل على محمد. 2 ناقص واحد بواحد، ستة وواحد سبعة. سبعة ناقص 16، سبعة ناقص 16 بالتسعة. هنا تحت اتنين تربيع بأربعة، اتنين تربيع بأربعة، واحد تسعة، جذر التسعة تلاتة. تمام. على التلاتة في الواحد على التلاتة فيها تلاتة. بقت اللام بيساوي كام؟ تلاتة. ايه ده؟ يعني اطلع اللام بيساوي النق. يعني اللام بيساوي برضه النق. يعني المستوى ايه؟ المستوى نفسه بيمثل ايه؟ الكرة بتاعتنا اللي هي جبل تبقى ج. بس كده بس كده. تمام. طيب بيقول لك عاوز المسافة بين المستقيمين. ده كده على جنب. عاوز المسافة بين المستقيمين المتوازيين دول. أول ما يديك مستقيمين اكتب قانون. هو عاوز مسافة اللي هو البعد صح؟ اللام بيساوي معيار على معيار واحد صغنطوط تحت معيار اله. طب فوق هنا عندك نقطة أولى ونقطة تانية، يبقى ألف ب ضرب اتجاهي اله. ألف ب ضرب اتجاهي اله. واحدة واحدة. أنا محتاج أجيب الألف ب ضرب اتجاهي اله ديت. أجيبها إيه إزاي؟ محدد. ضرب اتجاهي يعني محدد. أول واحدة ب ناقص ألف. طيب الألف اللي هي النقطة الأولى والنقطة التانية اللي هي ب. يلا اطرحهم. اطرحهم من بعض. واحد ناقص خمسة سالب أربعة. صفر ناقص صفر بصفر. واحد ناقص واحد بصفر. اله متجه. اله يا هندسة ايه متجه؟ اللي هو واحد، اللي هو اتنين واتنين وسالب واحد. تمام. امال اله ده هو اله ده.
يلا بينا. يبقى موجب يفتح قوس ناقص سالب يفتح قوس ناقص موجب يفتح قوس ناقص. بعد كده تكتب المتجر بتاعك. موجب سالب موجب، الغي العمود والغي صف. صفر في حاجة صفر ناقص صفر في حاجة صفر خلاص. الغي العمود والغي صف. سالب أربعة في سالب واحد موجب أربعة ناقص صفر في حاجة صفر. الغي العمود والغي. آخر حاجة بقى الغي دوت والغي ده. سالب أربعة في اتنين سالب تمانية. صفر في حاجة صفر. يبقى أول واحدة صفر، تاني واحدة سالب أربعة عشان في سالب بره، وتالت واحدة سالب تمانية. يلا بينا خد الجذر بتاعك اللي هو هيبقى جذر أربعة تربيع ستاشر زائد تمانية تربيع أربعة وستين، اللي هو جذر تمانين يعني. على هنا جذر اله اللي هو عندك كام؟ اله اتنين واتنين وسالب واحد اللي هو جذر تسعة. جذر تسعة تلاتة. يبقى جذر تمانين على التلاتة اللي هي الإجابة تبقى إيه؟ بس كده بس كده تمام يا هندسة تمام. ندخل على السؤال اللي بعده. بيقول لك الشغل بص هنا كده في التركاية ما قلناش عليها قبل كده. الشغل المبذول. انت واخد بالك من حاجة هنا؟ ايه دي؟ دفعة ايه؟ البشاير. تمام. دفعة البشاير. عشان كده بيك انت. تمام. فعشان كده اشتغل على نفسك عشان تشرف الأكاديمية هندسة. تمام. طيب بيقول لك الشغل المبذول من القوة ديت لحركة جسم بين نقطتين. طب هو الشغل بيساوي ايه؟ قوة في إزاحة صح؟ طب والإزاحة أعطيني النقطتين يبقى اطرحهم من بعض يبقى أنت جبت الإزاحة ما بينهم. تمام؟ يبقى قوة الشغل قصدي اللي هو الشيء بيساوي قوة في الإزاحة. هسميها فيه مثلا. تمام كده؟ تمام. يلا القوة عندك كام؟ بتساوي القوة عندك اتنين سالب تلاتة واتنين. ضرب قياسي. الإزاحة بتاعتك الإزاحة بتاعتك اللي هي إيه؟ اللي هي ألف ب اللي هي ب ناقص ألف. اتنين ناقص واحد بواحد. أربعة ناقص اتنين اتنين. خمسة ناقص واحد في ستة. تمام كده تمام. يلا بينا س في س ص في ص عين في عين. اتنين في واحد باتنين زائد سالب تلاتة في اتنين بسالب ستة. دي اتنين دي. اتنين في ستة باتناشر. يبقى اتنين ناقص ستة سالب أربعة زائد اتناشر اللي هي بتساوي كام؟ تساوي تمانية. يبقى الإجابة ب. تمام كده تمام. طيب ندخل على السؤال اللي بعده بقى يا هندسة. بيقول لك أقرب نقطة على الخط المستقيم دوت إلى نقطة الأصل. أقرب نقطة كنت بعمل إيه؟ اكتب القانون. هو ألف اللي هي ألف إيه ديت اللي هي الصورة البارامترية. بالنسبة لنقطة الأصل يبقى ألف واو ضرب قياسي ه بتساوي صفر. تمام. طب إيه الألف دي؟ الألف ديت هي الصورة البارامترية. تمام. وقلت لك ألف واو يعني واو ناقص ألف، فأنت بتروح تجيب الصورة البارامترية وتاخدها بعكس الإشارة على طول. طب إزاي أجيبها يا هندسة؟ س بتساوي ص بتساوي عين بتساوي. يلا معايا. س بتساوي واحد زائد سالب كاف. سالب واحد في كاف يبقى سالب كاف يبقى واحد ناقص كاف. اتنين كاف في صفر يبقى خلاص باتنين. الصاد باتنين. بص كده في الإجابات الصاد باتنين فين؟ دي تلاتة لأ دي لأ. الصاد باتنين يبقى هي دي الصح على طول. شفت جبتها ازاي؟ تمام. فخلي عينيك دايما على الاختيارات وانت بتحل عشان هتلاقي نفسك بتحل أسرع. طيب العين سالب واحد زائد واحد في كاف بكام؟ بكاف. تمام كده؟ تمام. طيب بعد ما جبت الصورة البارامترية اهيت يلا اضرب ضرب قياسي. دي كده اللي هي ألف. اطرحها من الواو اللي هي هتبقى تاخدها بعكس الإشارة. سالب واحد زائد كاف. قلت لك طبعا ليه أخدتها بعكس الإشارة؟ لأنك بتطرحها من نقطة الأصل. بعد كده سالب اتنين. بعد كده موجب واحد ناقص كاف. ضرب قياسي الإيه بقى؟ المتجه. المتجه بتاعنا اللي هو كام؟ واحد سالب واحد صفر وواحد. كل ده بيساوي الصفر. يلا بينا يلا بينا. ضرب قياسي عادي س في س صاد في صاد عين في عين. سالب واحد زائد كاف في سالب واحد. اعكس الإشارة يبقى واحد ناقص كاف. بعد كده سالب اتنين في صفر بصفر خلاص.
بعد كده اضرب ده على واحد ناقص كاف في واحد، هي يبقى زائد واحد ناقص كاف. كل ده بيساوي صفر. سالب كاف مع سالب كاف يبقى سالب اتنين كاف. واحد وواحد اتنين، تروح هناك بعكس إشارة يبقى سالب اتنين. اتنين سالب روح مع السالب يبقى الكاف بيساوي كام؟ قسمت على اتنين، كاف بيساوي واحد. يلا روح عوض. يبقى واحد ناقص واحد صفر، اتنين تنزل، سالب واحد زائد واحد بصفر برضه، يبقى صفر اتنين صفر، يبقى الإجابة زي ما قلت لك كده على طول. تمام كده؟ تمام يا هندسة. السؤال اللي بعده رقم 44. يقول لك متوازي مستطيلات أبعاده س ص ع هي كذا كذا كذا، فإن معادلة الخط المستقيم الذي يمثل قطر بالوجه الموضح هي كام؟ القطر دوت. طيب. طيب يا هندسة، ده القطر اللي هو بيقول لك إيه؟ بيقول لك عليه. أولا أنا عايز أجيب نقطة اللي هي ألف دي، وأجيب النقطة بتاعت ب. دي تقدر تجيبها لي؟ هتقول لي أيوه طبعا يا هندسة. طب إزاي؟ ألف دي أهي. أنا همشي من نقطة الأصل، ببتدي من نقطة الأصل، بمشي كده عند السين بكام؟ بأربعة. وأطلع بعد كده عند العين، العين طلعت بكام؟ باتنين. هل ماشي عند الصاد؟ لا، يبقى بصفر. روح عند النقطة، معلش دي المفروض نقطة ألف. تعال نروح عند النقطة ب. همشي من نقطة الأصل، همشي كده. لما مشيت كده مشيت عند الصاد كام؟ ستة. بعد كده مشيت كده، ديت اللي هي إيه؟ اللي هي السين اللي هي كام؟ بأربعة. بعد كده وصلت خلاص، يبقى ما مشاش عند العين، يبقى العين بصفر. تمام؟ طيب. المتجه بقى، أنا عاوز أجيب المتجه ده اللي هو ألف ب، اللي هو بيساوي ب ناقص ألف. يلا بينا نطرح النقطتين من بعض. ب ناقص ألف، أربعة ناقص أربعة صفر، ستة ناقص صفر صفر، ستة. صفر ناقص اتنين بسالب اتنين. هو ده المتجه اللي أنا المفروض أدور عليه في الاختيارات. يا هلاقيه كده، يا ممكن ألاقيه قسم مثلا على الاتنين يبقى صفر، يقسم على الاتنين يبقى تلاتة، يقسم على الاتنين بقت سالب واحد. يا هلاقيه كده برضو، ممكن ألاقيه بالمنظر تاني. اضرب في سالب يبقى صفر، سالب تلاتة وواحد. ضربت في سالب. هبص في الاختيارات، أول واحدة بيقول لك صفر تلاتة سالب واحد، صفر تلاتة سالب واحد، يبقى هو ده صح. تمام. هلاقي ده الايه الاختيار الصح. او ممكن تلاقي ده، على حسب ما تشوف في الاختيارات يعني. تمام كده. تمام. يلا بينا نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لك في الشكل المقابل اذا كان طول الضلع المكعب، طول الضلع بيساوي 2، فإن قياس الزاوية بين المتجهين الموضحين بالرسمة يساوي كام؟ طب يا هندسة، عشان أجيب الزاوية اكتب القانون بعد إذنك، تعالى كده على جنب. اكتب القانون. جتا سيتا بتساوي، لما يديك متجهين كده. تمام. انا هبتدي مثلا من النقطه ب ديت، عشان هو اللي بص الرسمه ب. يبقى ب الف ضرب قياسي ب ج. تمام. على معيار الاول اللي هو ب الف، في معيار التاني اللي هو ب ج. تمام كده. تمام. طيب واحده واحده بقى، واحده واحده. محتاج اجيب ايه انا؟ محتاج اجيب الب الف والب ايه والب ج. ب الف ديت اللي هي الف ناقص ب. طب ما تيجي نطلع كده النقط بتاعتنا. الف بتساوي، وب بتساوي، وج بتساوي. يلا. اولا الالف ديت همشي من نقطه الاصل كده، فهمشي عند السين. بس السين بكام؟ هو قال لك المكعب طلع اتنين، فانا همشي اتنين عند السين. الصاد والعين اصفار. طب بالنسبه للنقطه ب، هي همشي كده، فهمشي عند الصاد بكام؟ باتنين، يبقى السين والعين بصفر. طب النقطه ج، المحور محور ايه؟ محور عين، يبقى السين والعين بصفر، السين والصاد بصفر، والعين بكام؟ باتنين. تمام كده. تمام. هو عاوز الف، الف ناقص ب صفر. يلا. ألف ناقص ب، اتنين ناقص صفر باتنين، صفر ناقص اتنين بسالب اتنين، صفر ناقص صفر بصفر. بعد كده ج ناقص ب، صفر ناقص صفر بصفر، اتنين ناقص اتنين صفر، صفر ناقص صفر بإيه؟ في غلطة عندنا. هو آخر حاجة المفروض دي صفر معلش، ودي اتنين. تمام. فيبقى ج ناقص ب، صفر ناقص صفر بصفر،
صفر ناقص اتنين بسالب اتنين، بعد كده اتنين ناقص صفر باتنين. تمام كده؟ تمام. بعد كده اضربهم ضرب قياسي مع بعض. اتنين في صفر باتنين، بصفر قصدي، زائد سالب اتنين في سالب اتنين بموجب أربعة. صفر، اللهم صل على محمد، صفر في أي حاجة بصفر، يبقى موجب أربعة فوق. على، هات المعيار الأول، هات كده المعيار بتاعه، يبقى جذر اتنين تربيع زائد اتنين تربيع. اتنين تربيع بأربعة زائد أربعة يبقى الجذر كام؟ تمانية. طب وتحت برضو الجذر التمانية. فالجذر تمانية في جذر تمانية يعني كام؟ يعني تمانية. على أربعة فيها الواحد، على أربعة فيها الاتنين، يعني واحد على النص. واحد على الاتنين، يبقى جتا سيتا بتساوي نص. روح هتعمل شيفت ساين على الآلة الحاسبة للنص. شيفت ساين، شيفت قصدي كوزاين عشان دي جتا. شيفت كوزاين هيطلع لك كام؟ هيطلع لك الثيتا ب 60 درجة. تمام؟ 60 درجة، اللي هي الإجابة تبقى. تمام كده؟ تمام. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كان معيار أ بيساوي 10 وحدات يصنع زاوية ديت على الترتيب. هو عاوز يعرف قيمة المتجه ده. طيب، اكتب قانون أول حاجة. هو عاوز أ متجه بيساوي ي متجه في معيار الايه الالف اللي هو بتقوله. تمام تمام. طب محتاج اجيب ايه متجه دي. ايه متجه ديت جيوب تمام زوايا الاتجاه. تاني جيوب تمام زوايا الاتجاه. طيب هو عطيك السين، الزاويه بتاعت السين والزاويه بتاعت الصاد العين. محتاج تجيب الزاويه بتاعت صاد. يبقى الزاويه بتاعت صاد بكام؟ 60 60 45، يبقى الزاويه بتاعتها 60. حفظت بقى خلاص، او من القانون اللي انا قلت عليه من شويه. تمام تمام. بقت الزوايا 45 60 60. فهتقول له إن ألف اتجاه بيساوي معيار الألف اللي هو كام؟ اللي هو 10. افتح قوس. هتقول له جتا سيتا س. جتا 45 على الآلة الحاسبة اهوت. جتا 45 بتساوي جذر 2 على 2 اللي هي 1 على جذر 2. تمام تمام. التانية جتا 60، لما تروح تعمل جتا 60 بنص، وجاتا 60 بنص. تمام تمام. هل ده موجود في الاختيارات؟ لا. هتلاقيه وزع العشرة جوه، يبقى الألف متجه بيساوي، هتبقى 10 على جذر 2. 10 على جذر 2 فيها كام؟ 10 على جذر 2 فيها 5 جذر 2. 10 على 2 فيها 5. 10 على 2 فيها 5. 5 جذر 2 في 5 و5. 5 جذر 2 5 5، يبقى الإجابة إيه؟ تمام كده؟ تمام. السؤال اللي بعده بيقول لك متوازي مستطيلات أبعاده س ص ع، حيث واحد على السين زائد واحد على الصاد زائد واحد على العين بتساوي تلت، فإن حجمه يساوي كذا. بص، طول ما هو عطيك حجم يبقى هو كده سهل عليك الدنيا خالص، خالص كمان. ليه بقى؟ لأن أنت عارف إن الحجم الطول في العرض في الارتفاع اللي هو س في صاد في العين، صح؟ يعني الحجم ده س في صاد العين. طب شايف الشكل ده؟ اه. طب هقول لك على حاجة حلوة. إيه رأيك هكتبه لك اهو، واحد زائد س على زائد واحد على الصاد زائد واحد على العين، كل ده بيساوي واحد على تلاتة. ايه رأيك لو ضربت الشكل ده كله س في صاد في عين؟ لو ضربت ده كده كله في س في صاد في عين، فهتلاقي، لا، هتلاقي عندك السين هتروح مع السين الأولى اللي تبقى صاد عين، زائد صاد هتروح يبقى س عين، زائد العين هتروح هيتفضل لك س صاد. كل ده بيساوي، هتضرب السين صاد العين، س صاد عين على كام؟ على التلاتة. مش هو قال لك إن الحجم بيساوي كام؟ الحجم ب 48. اللي هو السين في الصاد في العين ده كام؟ ب 48. تمام. طبعا 48 على 3 فيها 16، تعال نكتبها على طول. 48 على 3 فيها كام؟ فيها ال 16 هندسة. تمام تمام. طيب هو عاوز إيه؟ عاوز المساحة. طيب هي المساحة بتساوي إيه يا هندسة؟ المساحة بتساوي 2 في مجموع بقى إيه؟ مجموع الأضلاع بتاعتك اللي هي س صاد صاد عين س عين. اللي انت لما تيجي تلاحظها اللي هي ايه؟ اللي هو الشكل ده. تمام تمام. فالمساحه بتساوي 2 في 16. 2 في 16 اللي هي كام؟ ب 32. بس كده بس كده يا شيخ، بس يا صديقي. فلما يديك حاجه كده انت روح هاتها.
هتلاقي نفسك أنت بتبسط وتلاقي نفسك جبت الإجابة على طول. تمام يا هندسة؟ تمام يا صديقي. ده كده بالنسبة لإيه؟ ده كده بالنسبة اللهم صل على محمد. ده كده بالنسبة لمساحة السؤال رقم 47. ندخل على السؤال اللي بعده. قربنا نخلص. يعتبر أنا مطبق بسبب إن أنا إيه، كنت عاوز أسجل لكم الفيديو النهاردة عشان تلحقوا تتفرجوا عليه. طيب بيقول لك قيم السين التي تجعل المتجه العمودي على كل من ألف وب في اتجاه المتجه إيه؟ في اتجاه المتجه ج. يعني إيه المتجه ده اللي هو ألف ضرب اتجاه ب. المفروض ده كده بيساوي قيمة ثابت م مثلا في المتجه اللي هو ج. تمام تمام. طب خلينا ماشيين واحدة واحدة، هو أفهمك دلوقتي. ألف ضرب اتجاه ب اللي هو هيبقى محدد. حط 2 س 1 تاني اللي هو 2 -1 صفر. تمام كده تمام. موجب سالب موجب، موجب ناقص سالب ناقص موجب ناقص، بعد كده طلع لي ايه قيمة المحدد بتاعته. الغي الصفر الغي عمود صفر س في صفر صفر ناقص 1 في -1 بسالب 1، في هنا سالب يبقى موجب 1. الغي العمود والغي الصفر. 2 في صفر صفر، 1 في 2 2. بعد كده الغي العمود والغي الصفر. 2 في -1 بسالب 2. تمام. وس في 2 يبقى 2 س. تمام. حط بقى يلا. 1 هنا -2 وفي سالب بره يبقى موجب 2. هنا تبقى -2 ناقص 2 إيه؟ ناقص 2 س. تمام كده؟ تمام. كل ده بيساوي م اللي هو قيمة ثابت أنا معرفوش مضروبة في إيه؟ مضروبة في الج. طيب هتبقى إيه؟ تعالى كده نطلع فوق نكتبها لك تاني. القلم بس بيعلق لأن هو إيه؟ فصل معايا بصراحة كتر خير. طيب 1 2 -2 ناقص كاف. كل ده بيساوي قيمة الثابت اللي هو مين؟ في الجيم. الجيم اللي هو عطالك اللي هي 1 و2 وإيه؟ 1 و2 و0 يا هندسة. طيب. طيب أنا ما عايز أجيب قيمة السين. سهلة وبسيطة جدا. بص س بيساوي س، صاد بيساوي صاد، عين بيساوي العين. -2 ناقص كاف. كل ده بيساوي كام؟ صفر. يبقى -2 ناقص كاف. هي دي كاف ولا س؟ هي دي س. أنا حطيت لي كاف س. كل ده بيساوي صفر. تمام كده. ناقص 2 س. تروح هناك بعكس الإشارة يبقى -2 بتساوي 2 س. اقسم على الاتنين يبقى س بتساوي كام؟ س بتساوي -1 يبقى الإجابة ألف. بس كده بس كده. تمام تمام. سؤال آخر سؤالين خلاص و... وهنفنش الفراغية كلها. متوازي مستطيلات أبعاده كذا كذا، فإن مجموع أطوال أقطاره بيساوي كام؟ أولا تعالى كده أرسم معاك الإيه؟ ده محور صاد، ده محور س، ده محور إيه؟ ده محور عين. تمام كده تمام. ركز بقى معايا. هو قال لك إن أبعاده كذا 15 دوت اللي هو عند السين، يبقى السين دي كده 15، والصاد 5 جذر 3، والعين اللي هي ب10. تمام تمام. عاوز مجموع أطوال أقطاره. لو سميت النقطة ديت، بص كده ركز كده معايا، ده كده قطر. تمام تمام. لو سميت دي النقطة ألف، سميت النقطة دي ب مثلا يعني. تمام. فالقطر كله اللي هو هيبقى إيه؟ ب ألف اللي هو ألف ناقص ب. صح كده صح. طيب ما تجيب النقطة ألف وجيب النقطة ب لوحدها. تعالى كده أجيبها لك. قيمة النقطة ألف على محور إيه؟ على محور س، يعني الصاد والعين صفر. حط السين ب15. النقطة ب، النقطة ب اللي هي دي ماشي، مش دي لأن دي موجودة في الفراغ. ركز. دي كده موجودة فين؟ همشي من نقطة الأصل، همشي كده عند السين عند الصاد ب5 جذر 3.
واطلع كده عند العين بكام؟ ب10. هل ماشي عند السين؟ لا، يبقى بصفر. تمام كده، تمام. يلا بينا نطرح نقطتين من بعض، اللي هي ألف ناقص ب، 15 ناقص صفر 15. صفر ناقص الكلام ده اللي هي سالب 5 جذر 3. بعد كده صفر ناقص 10 بكام؟ بسالب 10. طيب وبعدين أعمل إيه؟ وبعدين يا صديقي تجيب الإيه؟ المعيار بتاعك عشان تكون جبت إيه؟ عشان تكون جبت القطر بتاعك. تمام؟ تمام، تعالى يلا. هو عاوز مجموع أطوال أقطاره. فأنت عندك كام قطر؟ أنت عندك ده قطر، وعندك ده، وعندك ده. تمام. فأنت عندك 4. فأنت لما هتجيب المعيار بتاعه، تعال نجيبه بس الأول. جذر مربع 15 تربيع زائد 5 جذر 3 الكل تربيع زائد 10 إيه؟ تربيع. هيطلع لك على الآلة الحاسبة هندسة بكام؟ ب20. اعملها. تمام. طيب هو عاوز مجموعة طول أقطاره. هو عندك كام قطر في متوازي المستطيلات؟ 4. فهتضرب في 4. تمام. 20 في 4 بكام؟ ب 80. 80 يبقى الإجابة إيه؟ ب. هندخل على آخر سؤال معانا هندسة، اللي هو سؤال رقم 50. بيقول لك مركبة المتجه أ بتساوي كذا، والعمودية على المتجه ب بتساوي كذا، تعطي بالمتجه ج. طيب واحدة واحدة. أولا لازم تكون أنت عارف إن مركبة المتجه أ، مركبة المتجه أ في اتجاه المتجه ب، متجه، قانونها إيه؟ هنسميها مثلا إن هي متجه بتساوي أ دوت ب على معيار التاني اللي هو ب، في ب على معيار التاني برضو اللي هو إيه؟ اللي هو ب. تمام. فهي متجه بتساوي، بس ده مش ده العمودي. هقول لك دلوقتي العمود هتجيبه إزاي. العمود اللي هو إيه؟ وإيه متجه. هيبقى أ متجه ناقص اللي هو العمود اللي أنت جبته، اللي هو المركبة بتاعتك اللي هي الهي. تمام. ده العمود اللي هو طالبه. فأنا رايح أجيب الهي. تمام. فالهي بتساوي أ دوت ب. يلا. ضرب قياس. دوت دي يعني ضرب قياس. 3 في 3 9 زائد 2 في صفر صفر. سالب 1 في سالب في 4 بقت سالب 4 على معيار التاني. جذر 3 تربيع زائد 4 تربيع تديك 5 مضروبة فيه الب اللي هي 3 صفر و4 على معيار التاني اللي هو كام؟ 5. طبعا صفر راحت، 9 ناقص 4 5، 5 راحت مع الخمسة. هتبقى اللي هي المتجه بتاعتك بتساوي، اقسم بقى على الخمسة في المتجه نفسه، هتبقى 3 على الخمسة هتدخل تتوزع جوه. 3 على 5 وصفر كام؟ وأربعة على الخمسة. تمام. تمام. فيلا بينا يبقى ليه متجه بيساوي الألف اللي هي 3 و2 وسالب 1، كل ده ناقص 3 على 5 صفر 4 على كام؟ 4 على 5. يه متجه بتساوي، هتروح تعمل على الآلة الحاسبة 3 ناقص 3 على الخمسة. افتح الآلة الحاسبة اهي. 3 ناقص 3 على 5 بكام؟ ب 12 على الخمسة. تمام. 12 على 3 ناقص 3 على 5 ب 12 على 5. بعد كده 2 ناقص صفر ب 2. بعد كده سالب 1 سالب 1 ناقص 4 على كام؟ 5 بتساوي -9 على 5. يبقى 12 على الخمسة 2 -9 على 5 تبقى الإجابة كام؟ وبكده الحمد لله خلصنا الإيه؟ خلصنا معسكر الفراغية. تم الحمد لله الانتهاء من فرع الرياضة العامة. كان
ميلان. مراجعة زائد حل. صح كده يا هندسة؟ صح. آه، أشوفك الأسبوع الجاي على خير إن شاء الله. طبعا الأسبوع الجاي هنحل مسائل الامتحانات السنين السابقة. قصدي هنحل بقى امتحان شامل. تمام، هنخلص الأول حاجة امتحانات المعادلة، وبعد كده هنحل امتحانات الأزهر والثانوية العامة بإذن الله. مش هنسيب حاجة، بس محتاجك تكون معايا، محتاجك تذاكر، محتاجك إنك تجتهد الفترة الجاية أكتر من اللي فات، لأن اللي جاي أقل من اللي فات بكتير. فركز إن شاء الله في الفترة الجاية، ولو كنت مضغوط مش بتذاكر وكده، حاول تضغط نفسك الفترة الجاية تخلص الكم اللي بينزل لك. تمام. حاول على قد ما تقدر ما تراكمش حاجة، لأن التراكميات مش هتبقى في صالحك يا هندسة. تمام. كل ما هتراكم حاجة كل ما هتيجي على دماغك أنت. تمام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لكم التوفيق دايما. دايما ادعي ربنا عز وجل بالتوفيق. دايما ادعي بالتوفيق. تمام. لأن النجاح في المعادلة مش بالشطارة، مش بالذكاء. طبعا هي فيها شوية ذكاء، ودي اللي أنا هقول لكم عليها وإحنا بنحل الامتحانات. يعني أنا مش هحل كامتحان بالترتيب واحد بعد كده اتنين بعد كده تلاتة، لا. هحل معاك بالنمط اللي أنا هخليك هسيستم دماغك عليه إنك داخل الامتحان إيه بتحل بيه. تمام. بالأسهل والأصعب أقول لك إيه الأسهل تبتدي بيه كدروس. الكلام ده كله ما تقلقش، هيكون إن شاء الله قبل ما نحل الامتحان هقول لك عليه. تمام. ففي شوية تريكات كده يعني هقول لك عليهم واحنا بنحل ليه. شويه التريكات ديت هي اللي هتفرق معاك وانت بتحل الامتحانات. تمام. ودي اللي هتفرق معاك في لجنه الامتحان. تمام كده. تمام يا هندسه. فاسال الله العظيم رب العرش العظيم لكم التوفيق دايما. واستودعكم الله. استنيكم ان شاء الله الاسبوع الجاي في حل الامتحانات. اتمنى الاسبوع ده تخلص كل التراكميات، لان الاسبوع اللي جاي هنبتدي في حلول الامتحان بالنسبه للرياضه. آه، سيبكم على خير. ولو عندك اي سؤال ابعت لنا على الواتساب او ابعت للمهندسه اسماء. تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.